القاهرة. محمود مرسي، ليلى طاهر، عفاف شعيب، مديحة حمدي، حسن حسني. بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد. في ضيف الهنا. ضيف الهنا حلقات مسلسلة، تأليف إدوار سليمان. إخراج عصمت حمدي. خلاص يا وجدي، يبقى ما فيش غير حل واحد نعمله. حل ايه يا سهام؟ نلجأ لحورية. حورية هي الوحيدة اللي ممكن تحللنا الموضوع ده. انا برضو كنت بفكر فيها بس ايه يا وجدي؟ بصراحة يا سهام مانيش مالي ايدي منها. لا بقى، حورية بتحبني وبتحبك، ثم انت عارف عمي بيحبها قد ايه. ده بيحبها بجنون زي ما انت عارف، ومش ممكن نرفض لها طلب ابدا. انت ناسي السنة اللي فاتت لما سافر طنطا مخصوص عشان يجيب لها حب العزيز بمجرد انها قالت اني نفسها فيه؟ انت فايقة قوي يا سهام. فاكر يا ستي، بس دي نقرة ودي نقرة. ايه نقرة ونقرة دي؟ بصراحة يا سهام، عمك ما عندوش استعداد يسمع كلامها الايام دي بالذات. ازاي؟ ما انتش عارفة ازاي؟ المصيبة اللي هي بتشتغل فيها. مصيبة ايه بعد الشر؟ الستارة يا ستي. ستارة ايه يا وجدي؟ الستارة الحرير الشفافة الملونة اللي عمالة تشتغل فيها ليل ونهار، ملهاش شغلانة غير انها تفك الدبل بتاعتها وترجع تركبها تاني، وما يحللهاش العملية دي الا قدام عمك. انا هتجنن بتعمل كده ليه؟ مش عارف. ودي فيها ايه؟ فيها كتير يا سهام، فيها واقفة حالنا بإذن الله. واقفة حالنا؟ ازاي؟ ايه دخل الستارة في موضوع جوازنا يا ولد؟ انت عارفة ان عمي راجل دقة قديمة، ما تعجبوش الحاجات المودرن دي. هو غاوي الستاير اللي قدامك دي على شبابيك الفيلا، الستاير اللي عاملة زي البطاطين، بيشوفها بيكيف قوي. انما منظر الستارة الرقيقة اللي في ايد حورية بينرفزه، والنرفزة دي بتنعكس عليا انا بالذات. مش بقولك الستارة دي هتوقف حالنا؟ انا بصراحة مش طايق اشوفها. لكن انت قلت قبل كده انها عجباك يا وجدي. فعلا عجباني، وعجباني قوي كمان. ستارة جميلة ورقيقة ومودرن، وحورية اثبتت انها انسانة متطورة بصحيح، بس ما كانش وقته. عمك بيشوف الستارة دي يركبوا 200 عفريت. طب وبعدين؟ ولا قبلين مفيش غير حل واحد. نأجل الموضوع شوية. نأجل لحد امتى بس بقى؟ لا لحد مرات عمك ما ربنا يهديها وترمي الستارة دي من ايدها يا سهام، ونفضل مش عالقين كده بين السماء والارض لحد ما تخلصها. كان لازم يعني تشتغل الستارة على ايديها. ما هي الستاير الجاهزة مالية الدنيا. انا بصراحة بقى ما اقدرش اصبر على بعدك اكتر من كده يا وجدي. يا اختي ما تدلقيش قوي كده. انت مستعجلة على ايه؟ على الفقر؟ على فكرة يا سهام، بمناسبة الفقر، انا راجل فنان. أنا فنان، وبإحساس الفنان أقدر أتصور بيتنا في المستقبل. هيبقى جنينة واسعة قوي يا وجدي. جنينة كلها ورد وفل وياسمين. اسمع يا ودي، تبقى تقطع لي الياسمين وتعمل لي عقد كمان. أو ماله، طبعا بس ايه؟ مستخسر فيا عقد ياسمين يا وجدي؟ أنا مستخسرش فيكي روحي وعينيا، بس ما افتكرش إن هقدر أهديكي بعقد ياسمين. ليه يا وجدي؟ لأني مش هيبقى معايا تمن الفتلة اللي هلضم بيها الياسمين. يا خبر، حتى تمن الفتلة؟ أنت بتقول إيه؟ أيوة سهام، بيتنا هيبقى مليان من كل حاجة، مليان بالسعادة، مليان بالهنا، مليان بالنكد، قصدي النكت، مليان بالضيوف اللي يخرجوا من غير ما نقدر نعمل لهم الواجب، مليان بالحب. كل مكان فيه هيبقى مليان بحاجة، في حاجة واحدة بس
هي اللي هتبقى فاضية. حاجة ايه يا وجدي؟ جيبي يا سهام. اخصى عليك، خضتني. بحسب قلبك. انا يا حبيبي ارضى اعيش معاك ان شاء الله على حصيرة. يا خراشي، ما هي دي الحاجة اللي انا فكرت فيها برضه. يبقى خلاص يا حبيبي، المشكلة اتحلت. لا ما اتحلتش. ازاي يا وجدي؟ الحصيرة النهاردة تمنها 25 جنيه يا سهام. ولما تكون راجل مثقف بالشكل ده ومسافر في بلد تاني، ليه ما تحطش في الاعتبار الأول إن البطاقة الشخصية أو العائلية لازم تكون في جيبك؟ انا فعلا كنت محضر البطاقه يا حضرة الضابط، بس حطيت البطاقه في جيب البطاقه. حطيت البطاقة في جيب البطاقة؟ حلوة قوي دي. لا انا اسف، لا مؤاخذه، انا اقصد ان حطيت جيب الجاكيته في جيب البطاقه، قصدي البطاقه في جيب الجاكيته. ايوه كده. طب ما انت لابس الجاكيت اهو. لا، ما هي الجاكيته التانية، اصل انا كنت بغير هدومي وبلبس بدله تانية. بقول لك ايه، انت متأكد انك ما كنتش موجود في الكفر هنا امبارح بالليل؟ انا ما عمريش جيت الكفر ده يا حضرة الضابط الا النهارده بس. انت بتقول جاي من طنطا النهارده، ها؟ طب جيت راكب ايه؟ راكب تاكسي. لا جيت راكب افتكرت، انا جيت راكب القطر يا حضرة الضابط. وبعدين بقى انت مرة تقول تاكسي ومرة تقول قطر، يعني انا ايه واحدة منهم؟ انا مش قادر افهم. انت عمال تقول انك بريء ومالكش اي علاقة بموضوع اختلاس شنط الهريدي دي. انا ما اعرفش حاجة على الحكاية دي والله العظيم يا سعادة البيه. امال كده مرتبك يعني ومش على بعضك يا حضرة الضابط. انا كده مخي متول، مشغول. ما احنا كلنا مخنا مشغول، بس ما بنتخدش بالشكل ده. علوم احنا فيها المية تكدب الغطاس. نعم. مية ايه وغطاس مين يا حضرة الضابط؟ انا ما اعرفش حد اسمه غطاس. لا ده انت حكايتك طويلة قوي. رجعوا للحجز يا شاويش. حاضر يا فندم. القهوة يا حجازي. من ايد ما نقدمهاش يا حورية. هاتي. الله، قهوة جميلة قوي. ايوه كده، خلي الواحد اعصابه تهدى شوية. وانت اعصابك مش هادية ليه بقى؟ ابدا مفيش حاجة، بس الواد وجدي ده شكله ينرفز ليه بس يا حجازي؟ وجدي هادي ولطيف ودمه خفيف وشكله وسيم كمان. وسيم؟ ياك بتغرك القصة اللي منزلها على جبينه دي زي البنات ما بتعمل. الشبان كلهم بيربوا شعرهم كده دلوقتي. انا كنت في سنه كده بحلق شعري بالمكنة نمرة 1. الكلام ده من 20 سنة، كل وقت وله أذان. يا ريت كده وبس، إلا ممثل قدير كمان. ممثل؟ أيوة يا ستي، ممثل. فرض نفسه عليا النهاردة لازم يجي معايا المزرعة. بقول له انت ما بتشوفلكش شغلة كويسة ليه تأكلك عيش؟ راح عامل نفسه مدروخ ومسخسخ وواقع على الأرض. يا خبر، سرق! سرق مين يا ستي؟ سرق مين؟ ادعى انه مسورق. لقاني قفلت عليه ومش عارف يجاوب على اسئلتي، خدها من قصرها ودلق نفسه على الارض. وبعدين؟ ولا قبلين رشيت على وشه شويه ميه، قام زي الحصان. الحمد لله. الواد ده على فكره يعني، الواد ده ابقى حورية اتوصي بيه شويه في الاكل، يظهر مصارينه نشفت من الجوع في اسكندريه. قولي لي، البت وداد قالت لي ان في ضيف جه سأل عليا وفات لي جواب. جواب؟ ايوه والجواب معايا اهو، بس هو فين عشان اقابله؟ انا شخصيا ما قابلتوش، انما سهام بتقول انه خرج. نعم، هي سهام قابلته؟ ايوه استقبلته وقعدت معاه شويه في الانتريه، اصل كنت مشغوله وفي نفس الوقت ما اعرفش ان في ضيف جالنا. مدام سهام قابلته يبقى قطعا الضيف ده عرف تاريخ العيله كلها. يعني ايه؟ انت يا حوريه عيبك انك بتفهمي كل حاجه وتعملي نفسك مش فاهمه حاجه ابدا. نهايته سيبينا من الموضوع ده. الضيف ده خرج راح فين؟ سهام بتقول انه راح مكتب التلغراف وهيرجع تاني. طيب لما يرجع انا في المكتبه ابقي اديني خبر. انت لسه ما شربتش القهوه يا حجازي. ايوه صحيح، معلش يا حبيبتي، الكلام خدنا. اقعد اشربها يا ستي. ها ايه اللي انت بتشتغلي فيه ده؟ قميص نوم؟ قميص نوم ايه بس؟ في قميص نوم ترجال وهو برضو قميص النوم بيتركب له دبل. امال ايه ده؟ دي ستاره يا حجازي. ستاره؟ هتركبيها فين دي؟ على الشباك طبعا، امال هركبها فين يعني؟ ودي بقى
من تصميم الأستاذ الفنان العبقري وجدي. انت ليه دايما بتظلم وجدي يا حازم؟ انت شايفني بشتغل فيها قبل وجدي ما يجي يزورني. بس ما كنتش عارف إنها ستارة. لا كنت عارف انها ستارة يا حجازي. والعتبة جزاز والسلم نايله في نايله، والعتبة جزاز سلم نايله في نايله. يا سلام يا سلام يا اخي، بلا ازاز بلا صفيح. روحي. لا اداني فض بيا يا اخي. فض بيك ليه؟ بحر يا اخويا ولا ايه؟ ما يفيض واني هعمل لك ايه؟ اني عاوز اتلم عليكي بقى يا وداد يا دودي. أني دودة يا ولي؟ لا داني وردي، داني زينة البنات. امشي كده روح اتلم على القهوة اللي بتفضل سهران فيها طول الليل وكر مع الشلة الفسدان. امال يعني اقضي وقتي فين؟ مانيش لاقي لي دار تلمني. في حد في الدنيا كلتها يا ناس يقول ان اتنين يفضلوا مخطوبين لبعض 7 سنين و8 و9 و10 يا والي؟ الله، هو احنا ورانا حاجة ولا ورانا حاجة؟ يا سلام، جايز انت يا اختي ما وراكيش، لكن انا ورايا مصلحتي برضو. عاوز افتح بيت بسرعه. ايوه عشان الحق اقفله. ايش يا ولا ايش وطي حسك للبه يسمعني. ما انت عارف يا ولا الشرط اللي هو مشترته علي يوم ما اتجوز الم هدومي واسيب الفل. يا سلام. أيوة. طب ما هو متجوز يا اختي، يعني يحلل الجواز لنفسه ويحرمه علينا احنا؟ لا خلاص نسيب له البيت ونمشي. دي ايوه بقى ونمشي. نمشي يا اخويا، نشيل مخلي وندور نشحت في البلاد، مش كده؟ ونشحت ليه يا وداد؟ نشحت ليه يا دودي؟ نشتغل. ايوه نشتغل يا حمدي. نشتغل ايه يا حصري؟ طول عمرنا يا ولا متربيين في بيت البه هنا. ايوه ولا لناش شغلانه غير دي. لا انت بتعرف يا عيني تزرع وتقلع ولا اني بعرف انقي دودي، مش كده؟ ايوه ما احنا ما خدناش على كده. يعني ايه هتفضلي طول عمرك عانس واني افضل طول عمري عزبنجي؟ ايوه يا اخويا، ادي البير وادي غطاه وادي الرب اللي احنا حداه. ان كان عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك اروح اشم البحر، مش كده يا وداد؟ ايوه يا اخويا ديك قلت ايه. طب ورحمه امي. يا عبد غفار. يا خبر اسود، التلاتة يا محمود. ايوه يا تسوقي، ال3 ستات بتوعك جايين عصبة واحدة وعينيهم بتطق شراب. يبقوا اتفقوا عليا وعاوزين ايه دول بقى؟ عاوزين مصاريف الموسم يا اخي، كل واحدة عاوزة 20 جنيه يا تسوقي. 20 جنيه؟ ده انا بعد ما اتحايلت عليهم خليت ال20 10. وتوعدهم ليه يا محمود؟ عشان اصرفهم يا تسوقي، ولا كانوا هيستنوك هنا لحد نص الليل؟ ياللي لسه بتحرجم وعاوز تتجوز الرابعة وتاخدها من خطيبها. هطلق التلاتة يا محمود وهتجوز وداد. ايه رأيك بقى؟ ما دام الحكايه حصلت لغايه كده يبقى لازم نتكلم حوريه بقى يا وجدي. نكلمها يا ستي، ولو انها هتتفاجئ بالموضوع ده. تتفاجئ؟ ده انت طيب قوي، دي مرات عم تفهمها وهي طايره. تبقى انت قلت لها بقى. انا ما قلت لهاش، بس انا معاشرها وحافظاها كويس. دي بتفهم الحاجه قبل ما بتحصل بشهرين 3. ايوه بعكس عمك، يفهم الحاجه اللي حصلت بعد ما تحصل بشهرين 3. لكن قولي بقى يا وجدي، تفتكر عمي يرفضك مثلا؟ لو افتكر غير كده بقى ابقى اهبل. يرفضك ليه بس يا وجدي؟ ما انت عارفه عمك وعارفه نظرياته، ده راجل افكاري وافكاره ما يستووش في حله واحده. ايه ده؟ بلاش كلمه حله دي يا وجدي، كلمه بلدي قوي، خليها كزرولا. كزرولا؟ طيب كزرولا حاضر يا ستي، اخليها كزرولا. افكاري وافكار عمك ما يستووش في كزرولا واحده. خلاص لازم اكلم حوريه حالا. احنا ما نسكتش بعد كده. هنسكت لامتى بقى يعني؟ سيبيني اتكلم انا بقى يا سهام. انا اللي هطلب ايدك مش انتي، انا الراجل. قلتلك انا الراجل، وانا اللي لازم اتفاهم مع مرات عمي، وانا صاحبتها وحبيبتها، وانا بقى اللي ممكن بقى اتفاهم معاها. ولا انت ولا هي. حوريه
ايوه. وما دام بتتخانقوا مين اللي يكلمني، انا عندي الحل. حل ايه؟ حل يريح الطرفين، تتكلموا انتوا الاتنين مع بعض. حرية يا حبيبتي، حرية يا حبيبتي، يا امل حياتي، يا نور قلبي، يا ضي عينيا. اهدى كله، ده انتوا خلصتوا كتب الاغاني كلها. احنا بس من غير ما تتكلموا، انا فاهمه انتوا عايزين تقولوا ايه. فاهمة صحيح يا مرات عمي، وهتكوني في صفنا. احنا ملناش غيرك يا روح قلبي، انت القلب الوحيد اللي بيحس بمشاعرنا، وانت الامل الوحيد في حل اشكالاتنا، وانت لا كفايه الوحيدة. بقى، حرام عليكم، ده انا واخده اسبرنتين حالا. لو كنت قلتي لي كنت خدتهم بدالك يا عمتي. وتخلي الصداع يفضل ملازمني على طول، مش كده يا وجدي؟ يعني قولي بقى، ترضى ابقى حماتك يا وجدي؟ يا سلام، ده انت كنت تبقي اجمل حما في الدنيا، ده انت كنت تبقي الطف حما في الدنيا، ده انا كنت اشيلك على راسي والف بيكي كفر ابو منصور بحاله واقول تنتخبوا من. طب قولي بقى، بذمتكم قلتوا الحكايه دي كام واحد قبلي؟ ما انا عارفه انتوا ما يتبلش في بقكم فوله. صدقيني يا مرات عمي، صدقيني ما حد عارف الحكايه دي ابدا غيرك وحياتك انت. لا يا وجدي اوعى تكمل، احسن تحلب بحياة حورية كذب. كذب؟ فعلا يا حورية، ما حدش عارف الحكاية دي غيرك، ما عدا واحد بس، الأستاذ سرحان. نعم، الأستاذ سرحان ده ايه كمان؟ مين سرحان ده؟ ده الضيف اللي جاي يزور عمي. ضيف جاي يزور عمي نص ساعة ولا ساعة؟ تحكي له حكايتنا. جالكم كلامي؟ انت لسانك ده لازم ينقطع منه حتة يا سام. حتة بس؟ ده لازم يتقطع من لغلوغه يا وجدي. الله، ايه بقى؟ اللسان زلف من فرحته وفلت منه كلمتين. ايه يعني؟ ما انا كنت فاكره ان انا هتخطب النهارده. انا ماليش ذنب بقى يا مرات عمي، هي اللي قالت. ايوه. الله اكبر، الله اكبر، ايه الستاره اللي ترد الروح اللي انت شايلاها دي. تسلم ايديك يا مرات عمي ويسلم ذوقك. لا سيبك من شغل ال3 ورقات ده، ما يخلش عليا. عجبك قوي الستاره دي يا سي وجدي؟ افتن اقول؟ هتقولي ايه يا سهام؟ اقول ولا بلاش؟ يا علي يا سهام، اصل يا عمتي كنت كان ولا كنت ولا كان، من غير ما تقول انا عارفه انت قلت ايه. ما بلاش الستاره دي يا حوريه، ولا انت يعني خلاص مصممه عليها؟ انت عارفه يا سهام، لما اصمم على حاجه مقتنعه بيها لازم انفذها. امال يا ست سهام، احنا بنلعب، احنا لما نصمم على حاجه لازم ننفذها. ايوه يعني ما يهمناش حد. ست هانم. ايه في ايه يا عبد الغفار؟ الكلب يا ست هانم. ماله يا عبد الغفار ده؟ يا ريت يا ست هانم، يا ريت، ما هو لو كان خرج من الجنينه كان هيرجع تاني. امال ايه اللي حصل؟ ما تتكلم. خلع حوض النرجس كلاته اللي البه زرع والجناين غايب، وانا اللي بحرس بداله. خلعوا ازاي يعني؟ مش فاهم. تعالي حضرتك شوفي بعينيك. تعالي يا ست هانم، دي خيبه وحطيت على دماغي ودماغ اللي خلفوني. امال انا قلت لك احرس الجنينه ليه؟ الجناين يغيب يوم واحد تقوم الجنينه يتلف املها بالشكل ده. الكلب خلع النرجس وانت موجود ازاي؟ بسنانه يا بيه. ما انا عارف انه خلعه بسنانه، امال يخلعه بمناخيره؟ انا مش قلت لك اربط الكلب؟ ماني ربطه يا سعاده البيه، بس يعني بس فضل يعضعض في السلسله لحد ما حلها. ايه، ما انت عارف يا سعاده البيه ان الكلب ده من يوم ما جبته حضرتك مش عاوز يتصاحب عليا، وشدين احنا الاتنين مع بعض شويه، ثم انه شقي قوي، وجيت اربطه بالسلسله هبشني من هبشك. طب وريني كده مطرح الهبشه اللي انت بتقول عليها دي. هو يعني وريني من جهه الهبشه يا سعاده البيه ما هبشنيش قوي، بس نيه الهبش كانت موجوده عنده. كداب في نفس الوقت. حوض الظهر ده اتكلف عليا 47 جنيه يا غالي. انا اسمع، نعم. انا كنت وعدتك اديك علاوه 4 جنيه في الشهر من اول الشهر الجاي. ايوه يا بيه الله يخليك. العلاوه دي هقطعها عندك السنه دي يا سعاده البيه. يعني مش عايز كلام كتير، هي كلمه قلتها وخلاص. الو، مين يا فندم؟ مين؟ ظابط النقطة؟ خير يا فندم. سرحان عبد الواحد؟ أنا فعلا متذكر اسم زي كده، بس أيوه ده ضيف جالي النهاردة، حتى سايب لي جواب في البيت. لا يا فندم، أنا ما أعرفوش شخصيا، دي أول مرة يزورني فيها. أيوه جالي البيت فعلا، بس أنا ما قابلتوش لسه.
الجواب اللي جابه فعلا من واحد صاحبي وانا عارف خطه. نعم. هتفرج عنه على ضمانتي حضرتك؟ والله انا متشكر يا حضرة الضابط، متشكر جدا. الله، ولا عبد الغفار انت لسه واقف هنا؟ امشي غور من وشي. هاني يا سعاده البيه، بقول لك غور من وشي. ايه حاضر يا سعاده البيه، حاضر. ولا يا عبد الغفار، خد هنا. ايه خد هنا. عايزه ايه يا دودي؟ يا ولا بقول لك خد هنا. ايه يا دودي؟ لا مش هنا قوي كده، خد هنا. يعني ما قلت ليش؟ اتكلم جد يا ولا. في ايه؟ البيه عمل معاك ايه؟ خدني بالحوض وعزمني على الغدا. يا اسمعي يا بنت انت يا وداد، عشان تبقي تروحي تفهمي امك. انا كنت عامل حسابي على اخر السنه اكون محوش لك 200 جنيه غرض يعني المهر بتاعك. وايه اللي جاب سيره المهر دلوقتي؟ ايوه، يكون في علمك ان المهر خس 4 جنيه في الشهر، يعني في السنه 48 جنيه. انا حسبتهم وعديتهم على صوابعي يا اختي. ايوه خلاص بختي كده. ما هو حمار السبخ لو شدوه من رقبته يجيب ورا. الله 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 الله. عن اذنك، انا رايح اقف على البوابه يا وداد. يا حمتي الجدع ماله؟ ده اتكلم على قد ما اتكلم، لكن والله ماني عارفه هو بيقول ايه. لكن قول لي يا وجدي، انت ما كلمتش عمك حجازي في الموضوع ده؟ الحمارة ما ادتنيش فرصة يا مرات عمي. حمارة ايه؟ اعمل معروف يا وجدي، فسر كلامك كويس يا اخي. وجدي كان عاوز يكلم عمي وهم راجعين النهارده من المزرعه. عمي كان راكب فرس بيرمح، ووجدي كان راكب حمارة بتعرج. انا ما ركبتهاش، هو اللي ركبها لي عامدا متعمدا مع سبق الاصرار. فهم. ووجدي بقى حاول يكلمه كم مرة وهما في المزرعة قبل كده، وكل ما اجي ابدا معاه كلام ياخدني معاه جولة لزريبة المواشي. وطبعا الزريبة مش مكان لفتح موضوع خطوبة. حمري نهق ومعزة مأمأ، جاموسة نعر. بس خلاص بقى. وانتوا بقى دلوقتي عايزين مني ايه؟ جرى ايه يا حورية؟ وهو ده برضو سؤال تسأليه يا ست الحلوين؟ وهيبقى جميل عمرنا ما هننساهولك ابدا. هاتي ايدك يا ابو سلمى. استغفر الله يا وجدي، ليه كده يا حبيبي؟ اصل انا اجازتي قربت تخلص ومش قادر اخد من عمي لا حق ولا باطل، وانت عارفه ان انا وهو زي الليل والنهار، افكارنا ما تتقابلش ابدا. انا عارف يا مرات عمي ايه اللي عجبك في الراجل ده. الرجاله كانت خلاص خلصت من الدنيا. عيب يا وجدي، عيب اللي بتقوله ده عمك. اسكت احسن عمك جاي. الضيف اللي جالي النهارده ده قابضين عليه وحاجزينه في النقطة. يا حرام، ده راجل أمير قوي يا عمي. صعبان عليكي قوي. مش بقولك انت دردشتي معاه لما قلت بس؟ قبضوا عليه ليه يا حجازي؟ جاي يا ستي في الكفر من غير بطاقة، وكل ما يسألوه سؤال يتلخبط ويرتبك. وزي ما انت عارفة كان فيه امبارح حرامية في الكفر بيسرقوا قمح من شنت الهريدي. أيوة. ويظهر لقوه ماشي تايه يعني في وسط المزارع، افتكروا واحد من الحرامية. طب ما تشوف له حل يا حجازي، ده ضيف وجاي. هو انا لسه هشوف له؟ ما شفت له خلاص. يعني افرجوا عنه خلاص يا عمي؟ جرى ايه يا سهام؟ ايوه يا ستي افرجوا عنه. قومي بقى بل الشربات وزغرطي. جرى ايه يا عمي؟ هو انا كل ما اتكلم تحرجني كده؟ يا سعاده البيه، يا سعاده ايه البيه، في ايه يا ولا؟ في ايه؟ واحد عسكري ومعاه واحد لابس بدله عايزين يقابلوا حضرتك يا سعاده البيه. يبقى صاحبنا وصل. ايه المناظر دي؟ ايه اللي جابك الفيلا هنا يا واد يا تسوق؟ واد في عينك، انت مالك اجي ولا ما اجيش؟ ايوه انت مالك، انت صاحب السرايا يا اخي. يا سلام يا سلام يا اخويا، وانت ايه اللي دخلك في الموضوع يا سعبود؟ راجل ضيف وجايين تهب فيه بالشكل ده. طبعا البيه هو اللي طالب يقابله. لا يا اخويا، البيه لا طالبه ولا حاجه، انا عارف هو جاي ليه. طيب ما دام عارف بتسال ليه بقى؟ يا ابو العريف، جاي ليه؟ ما تتكلم. لا مش هتكلم دلوقتي، بس بعد كده انا هقطع رجله من الفيلا دي. داني اللي هقطع رقبتك اللي عامله زي رقبه البلاص دي. يا سلام، لو انت تتكلم تاني. يا سلام. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا وجدي؟ زي ما انت شايفه يا سهام بجهز شنطتي. بتجهز شنطتك ليه؟ ليه؟ واحد بيجهز شنطته يبقى بيجهزها ليه؟ عشان اسافر طبعا. تسافر من غير ما تعرف رأي عمي في موضوعنا ايه؟ ما انت عارف ان حورية هتكلمه. ايوه عارف،
وعارف النتيجة. نتيجة ايه؟ مش هيوافق يا ستي. وليه تقدر البلا قبل وقوعه بس؟ مش جايز يوافق؟ عاوز انا اقول لك جايز؟ حاضر جايز يا سهام. امال بتجهز شنطتك ليه؟ عشان بمجرد ما اعرف النتيجة اللي انا عارفها مقدما اخد بعض واخرج من البوابة جرش. اخس عليك يا وجدي وتسيبني وتمشي. امال استناه لما يجي هو بنفسه يعبي لي هدومي في الشنطة ويقول لي اتكل على الله يا ولد، ويزعق لي قدام حورية وقدامك وقدام الجنايني والشغالين ويقول لي مش عاوز اشوف وشك في الفيلا خالص. وهو معقول برضه يطردك من الفيلا وانت ابن اخوه؟ اللي مش معقول انه ما يطردنيش يا سهام، ده مش طايق يشوف وشي وهو عارف انه مجرد ضيف عادي. شوفي بقى يعمل فيا ايه لو عارف ان عاوز اخطبك. يعني بالعربي في بيني وبينك حب، تبقى مستكترة عليا الطرد في الحالة دي. الدنيا ليل ونهار يا وجدي، انت بتبص لها ليه على انها ليل على طول؟ ما حبنا باين عليه انه مش هيطلع له شمس يا سهام. بلاش التشاؤم ده يا حبيبي، انا عندي امل ان حورية هتأثر عليه. من بقك لباب السما يا سهام، ولو انه عشم ابليس في الجنة. طب خرج هدومك بقى من الشنطة يا وجدي، كفاية الفكر اللي انا فيه. هات الشنطة ارجوكي 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 يا سهام عشان اقدر اهرب في الوقت المناسب. يا ريت يا مرات عمي ربنا يوفقك، بس لو كنت تسيب الستارة دي من ايدي. والنبي تويها في اي حتة عشان خاطري يا حورية، تويها. الستارة دي هي اللي هتساعدني في حل موضوعك يا سهام يا حبيبتي. بس احسن حجازي جاي. طب خلاص جدع الضيف ده طب عليا منين مانيش عارف، جايب لي اشكالات في النقطة واشكالات في الفيلا، مانيش عارف حكايته ايه. اشكالات ايه يا حجازي؟ ظابط النقطة يا ستي جه خد اقوالي وقعد حوالي ربع ساعة، ويظهر ان حضرته انشعف وهو محجوز في النقطة. وصل البيت مش عارف يصلب حيله، جبت له الدكتور اشرف اللي جنبنا، قال ان اعصابه تعبانة واداله حقنة منومة وقال لي ما تصحيهوش الا بعد ساعتين، وهو نايم في الاستراحة اللي في الجنينة. وادي يا وجدي. ايوه يا عمي. روح قول لعبد الغفار يستنى معاه في الاستراحة لحد ما اجيله. لا استنى يا وجدي. وجدي عايز يكلمك في موضوع مهم قوي يا حجازي. يا سلام، وده عنده موضوعات مهمة ده يا حورية؟ عاوز تتكلم في ايه يا ولا؟ لا استنى يا وجدي. وجدي عايز يكلمك في موضوع مهم قوي يا حجازي. نعم. بلاش يكلمني، وده عنده موضوعات مهمة ده يا حورية؟ عاوز تتكلم في ايه يا ولا؟ خير ان شاء الله. موضوع ايه؟ قطعا حضرتك عاوزني اسافر مصر واسكندرية عشان ادور هناك على الشركات واجيب لك وسطات عشان اشغل حضرتك في شركة كبيرة تليق بفنك العظيم. ما انت عيل ما تقدرش تعتمد على نفسك ابدا. لا مش موضوع شغل خالص. ايه؟ ثم ان وجدي منتظر التعيين وبيشتغل برضه في مدرسة خاصة كبيرة مش عواطلي. بيشتغل باليومية زي عمال التراحيل. امال ايه الموضوع المهم اللي حضرتك عايزني فيه؟ اتكلم يا وجدي. ما انا هتكلم اهو. اتكلم. حاضر يا عمي. انا اقصد انا هادي يا ست الراجل اللي عايز يتكلم معايا في موضوع مهم. ولا انا مش فاضل التهتهه بتاعتك دي. ما انت ولا في حاجه محشوره في زورك؟ اتكلم يا وجدي. الله، قول له انت عايز ايه. اتكلم. ما اتكلمش ليه؟ انا اتكلم قوي. انا يا عمي جاي المره دي. بلاش. انا يا عمي جاي المره دي مخصوص ازور حضرتك علشان ما تنطق يا ولد. عشان ايه؟ عشان اطلب من حضرتك ايد سهام. نعم، ايد سهام. بقى انت جاي تطلب ايد سهام؟ بطلوده واسمعوده. طب اطلب يا اخي ايد هون، ايد مقشه. والنبي يا عمي ارجوك يا عمي. اخلصي. توافق يا عمي. اخلصي. اقف عليه. سامع الطلب المضحك ده يا ست حورية؟ سامعه؟ اللي يعيش يا ما يشوف يا ما يسمع. ألطف نكتة سمعتها في حياتي والله. هما لسه حالا عارضين عليا الحكاية دي. وضحكت طبعا، أكيد ضحكتي، سخسختي على روحك من الضحك كمان. حلوة أوي دي. أطلب إيدها. بذمتك يا حورية، بذمتك إيه كان واقع الطلب ده عليكي؟ عاوز الجد؟
انا فرحت. بتقولي ايه؟ فرحتي؟ وما فرحش ليه؟ انا بحبهم هما الاتنين، وانا شخصيا معتقده انهم هيكونوا اسعد زوجين في الدنيا. كده اهو. والسعاده دي بقى هتيجي منين يا ست حوريه؟ متفق. قول. من التفاهم. اخرس انت يا ولد. اخرس لامتى يا عمي؟ ايه؟ ما انا بقالي 5 ايام اخرس. صحيح انا في الوقت الحاضر مش مستعد ماليا، لكن انا مؤهل عالي وفنان متميز. مؤهل عالي جايز ولو اني انا مش معترف ابدا بالبكالوريوس بتاعتك دي، لكن فنان لا بقى. لا فنان يا عمي. ودي بقى لوحه من لوحه ب 30 جنيه في الشهر اللي فات. الله اكبر. قطعا بقى الواحد مجنون او نظره ضعيف. لا حول ولا قوه. مين اتخبل في مخه علشان يشتري لوحه فيها السحاب على شكل مثلثات، وكل مثلث لون، وشجره مربعه ما فيهاش لون واحد اخضر؟ لا اللي بيسموه فن حديث. ولا نعم يا عمي. تسمح لي يا حضرة الفنان العبقري توصل معايا لحد الشباك تشوف السحاب شكله ايه؟ قوم معايا ولا قوم. حاضر يا حجازي، كل واحد بيفهم في مهنته وكل فنان له طريقته. طبعا، ما انت لازم تجامليه وتكوني في صفه، ما انتوا الاتنين مودرن زي بعض. انا بقول حكايه السحاب دي على سبيل المثال بس، وسايب الفرخه ام 4 رجلين على جنب. بص يا ولا، بص شفت السحاب بعينيك يا حضرة الفنان؟ ايه، افتكر انا بشوف زي غيري ما بيشوف، وعشت العمر ده كله عمري ما شفت ولا هشوف سحاب مثلث ابدا. يا عمي دي زخرفه. لا، احسن تقول دي خطرفه. حوريه، انا خارج، ما احبش اسمع الكلام الفارغ. يا عم ارجوك تسمعني انا. اسمع ولا. ايوه يا عمي. افتكر اجازتك قربت تخلص، مش كده؟ ها؟ يا حمتي انت سايب الكلب يجري تاني في الجنينه يا عبد الغفار؟ انت ما حرمتش ولا ايه؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا ربطه بالسلسله في الشجره دي. ايوه، انت ربطت السلسله في الشجره، اي نعم، لكن ما ربطتش السلسله في الطاق بتاع الكلب. يا خبر، ايه اللي جرالي؟ ايوه صحيح، فاتتني الحكايه دي. فاتتك؟ ايوه يا اخويا، ايوه اللي واخد عقلك يتهنابه. انت يا دودي. اوعى كده. انت يا يلا محظوظه. ندي الحلق للي بلا ودان، ربنا يهنيكي كمان وكمان. ايوه اهدي. ايوه ودنك. ايوه ولا حريص. انت بتضحك؟ ايوه اضحك يا اخويا. ايوه يا ولا تلمي يا ولا. طب استلقى وعدك بقى من البيت. انت لسه بتضحك؟ ايوه ان شاء الله المره دي بقى الكلب هيخلع لك حوض الورد. ده انت خيبتك مش على حد. ولا ايوه هتغنيها لي. الكلب هيخلع لك حوض الورد، ده انت خيبتك مش على حد. بس يا سلام يا اختي، يا سلام. طب بدل الكلام اللي يسم البدن ده هنلاقي معايا عشان نمسك الكلب سوا. انت مين يا امي وانا مين يا امي؟ لا يا اخوي، انا ما بمسكش كلاب، ده كلب عضاد، لو مسكته هيهبشني. يعني تسيبيه يهبشني يا بنتي يا ودان؟ ايوه انت راجل تستحمل الهبش. لا انا في الحته دي بقى مانيش راجل، ده عضته جامده قوي، اسالي مجرب. ولا جامده ولا مش جامده، انا هعمل لك ايه؟ اتصرف معاه. هو انت يا بنتي ما تنجدنيش ابدا من ايات المصيبه دي. خيبه حطيت على دماغي من بدري. هو انا هاخد بالي من الكلب ولا منك ولا من البوابه ولا من المصيبه اللي اتحرفت عليا دي؟ مصيبه اهيا يا عبد الغفار. الضيف يا بنتي يا وداد، الضيف. ايوه الضيف الشحط اللي جوه في الاستراحه دي. ايوه اللي من ساعه ما جه وهو نايم وقال ايه البيه يقول لي خد بالك منه، ما تسيبوش لحد ما يصحى. اسمعوا بقى، انا عندي ضيف في الفيلا، لكن جاي المزرعه مخصوص عشان اسال سؤال واحد. انت كنت فين امبارح طول الصبحيه يا تسوقي؟ انا كنت هنا في المزرعه يا بيه. وانت عزة؟ انا بيه كنت مصطدم الخيوله دي. جايز بقى كنتوا لابسين طاقية لخفه انتوا الاتنين عشان انا ما شفتكوش. كل واحد فيكم مخصوم له 3 ايام. لا انا ماليش ذنب يا بيه، ماليش ذنب. الواد فوقي هو اللي ضحك على عقلي وخدني معاه. انت اللي جيت معايا يا عزة، تاني ما غصبتكش. لا ايه الحكايه بالظبط؟ انا مش فاهم.
يا بيه اصل بصراحه كده كان زعلان مع جماعته الثلاثه وخايف يعني يروح الدار لوحده، فخد معاه عشان يعني خايف ايه يا عزت؟ ايوه كنت خايف. انت كنت خايف صحيح، لا الثلاثه يتلموا عليك ويهيئوا عيشتك. طب بس انا ليا كلام تاني معاكم بعدين. كل واحد دلوقتي يروح يشوف شغل، يلا. انت لسه بتهبهب؟ هبهب مش وش عاوز تفضحني؟ استنى لما اقفل البوابه الاول احسن تعملها فيا وتيجي على الغيطان. مش يا تعال يا مش تعال لا مش فاهم يا بنتي يا ولاد، استني اكلم. يعني تعال ربنا يهديك يا مش انت لسه هتجري وجري وراك وتقطع نفسي، اداني نفسي مقطوع خلقه يا حمتي. ترى يا عبد الغفار انت هتعمل عقلك بعقل الكلب يا ولد. اسمع اما اقول لك، اسمع. انت قدامك صحن العظم بتاعه اهو، ارمي له حته عظمه ولما يجي ياكلها امسكه. يا سلام. وما دام ما شاء الله عليكي كده عندك الافكار دي سايباني من زمان ليه يا وداد؟ العظمه اهي، خدي يا مش. اسمه ايه؟ مش يعني مش ومش يا حلو. مش خدي يا مش خد اطفح قرب هنا. ايه هتلاعبني معاك استغمايه ولا ايه؟ بس يا حلو بس تعال استني تعال. ايوه اديني قفشتك. اتعدل معايا بقى ماذا والا. اي بيتك الكلب قربني من صبعي يا بنت يا وداد. قرمك؟ ايوه قرمك يقرمك يا اخويا يقرمك. اعمل لك ايه؟ عاوزنا صوت يعني عشان تبقى تصحصح لروحك تاني مره وتربط الكلب مش تربط الشجره؟ اما كلب قليل الاصل بصحيح حد في الدنيا يعض الايد اللي بتطعمه؟ والله العظيم لا مربيك هربطك في شجره واسحب من قدامك صحن العظم واشحتفك واخليك ترص زي ما انت عايز دلوقتي. اسم الله عليك. انت يا اخويا بتتشطر على الكلب. انا برضو اللي بشطر عليه، ده هو اللي بيشطر عليا منه في دارهم، لكن مصيره هيطلع بره وهيشوف مين اللي هيعض التاني. يا عمي انا مسافر كمان يومين. مع الف سلامه يا اخي. هو انت شايفني يعني ماسك فيك قوي وبقول لك ما تسافرش؟ سافر بس اوعى تسيب لوحه من لوحك هنا. يا عمي احنا درسنا في الكليه كل انواع الرسم، تجريدي، سرياليزم، زخرفه، منظور، وكل طالب في الكليه كان له اتجاه بيفضله على اي اتجاه تاني. اللي انت بتقوله ده كلام فاضي. انا اللي اعرفه ان الواحد يرسم الحاجه زي ما هو شايفها كده عشان يقدر يبيع لوحه وياكل عيش. يا عم انا مش بياع لوح، انا مدرس، ثم اني فنان قدير متطور مجدد. الناس كانت زمان بتروي بالطنبور والشادوف، النهارده بتروي بالالات والرشاشات. الانسان بعد ما كان بيتنقل بحمار اتنقل في عربيه وطياره وقدر يوصل للقمر. كل الاختراعات دي نتيجه التطور يا عمي. ولا كان زماننا عايشين في عصر اجدادنا. الله محفوظات دي خدتوها في الكليه؟ مين حفظك الكلمتين دول يا ولد عشان تيجي تكرهم لي؟ ولا عايز تفهمني انك راجل وبتعرف تتكلم؟ ومين قالك ان وجدي مش راجل يا حجازي؟ حوريه ارجوكي سيبيني اتفاهم معاه شويه ما دام هو مصر على كده. تتفاهم عليا بس يا عمي، انا وجدي. وانت يا سام ما تفتحيش بقك لحد ما اخلص كلامي معاه. اسمع يا ولد يا وجدي، اسمع كويس قوي. لازم تعرف ان في يوم ما اجوز سهام لازم اجوزها واحد على الاقل يكون من مستواي. يا عمي في حاجه اسمها كفاح ومستقبل. سهام بتحبني وانا بحبها، وانا راجل اقدر انا اعول مراتي برضو. حلوه اعول دي. اذا كنت فاكر يا وجدي انك انت هتعولها من الرسم الحديث بتاعك ده، يبقى من النهارده تحجز لك طل طوار من بابه على ناصيه اي ميدان. فاهم؟ انت سنك كام يا ولد؟ 25 سنه. يعني عيل. ايوه عيل اللي قدك بيركب لسه بسكليته ب3 عجلات. انا بقى عاوز اقول يا حجازي ان ارجوك حوريه ارجوكي سيبيني اكمل كلامي. سهام يا حضرة الفنان متربيه في بيتي انا على الفراخ والحمام
رومي. بس انا يا عمي ما بحبش الرومي. بنت ايه متربيه كمان على اللبس والمظاهر، ما افتكرش انها ترضى تلبس خيش وتواصل اكل الدقه عشان خاطر سواد عيون الحب. انا بقى اموت في الدقه، خصوصا يا عمي لو فيها سمسم. انا يا عمي انت تسكتي خالص. وانت يا حوريه. نعم يا عم اسف. الحديث في الموضوع ده مرفوض، فاهمه؟ اعمل معروف يا وجدي بقى، بلاش تألف في اللوحات بتاعتك دي. لوحاتك من يمه وستارة حوريه من يمه تانية. جننتوا عمي وخليتوه متنرفز على طول. بذمتك اللوحات تنرفز يا سهام؟ ده انا جايبها من اسكندريه شايلها على قلبي وصارف عليها 7 جنيه حق شياله وانتقالات. فاكر انها الوسيط اللي هيخليه يفتح لي قلبه ويرضى عليا. كنت فاكر انه لما يشوفهم هياخدني بالحضن ويقول في كل حته انا ليا ابن اخي فنان هيرفع راس العيله. يا سلام يا اخويا عليك، جت نتيجه بالعكس، قفلت قلبه بالترباس من يمتك. بذمتك يا سهام ايه رايك انت الخاص في اللوحات دي؟ عاوزني اقول لك الصراحه يا وجدي ولا جاملك؟ الصراحه طبعا. بصراحه كده. أيوة. وبكل صراحه. أيوة. ما هماش عاجبني يا وجدي. ايه اللي مش عاجبك فيهم يا سهام يا حبيبتي؟ اللوحه دي مثلا، في الدنيا حمار يا وجدي له ريش طاووس. اللوحه دي يا حبيبتي اسمها الغرور. حمار داخل في مخه ان جماله ما وصفش. فهمت بقى يا ستي؟ يا سلام عليك. طب وايه حكايه الارنب اللي ليه 12 ودن؟ اللوحه دي اسمها الاشاعات، وده عماله تسمع كل حاجه حواليها وتصدقها. انت ليه يا وجدي ما بترسمش زي كل الناس ما بيرسموا؟ يا حبيبتي الفن مذاهب ومدارس، انا بقى مدرستي. مدرستك ايه يا اخي انت كمان؟ رمزيه. رمزيه دي ايه كمان كده اهو؟ انا اللي استاهل، انا اللي سلمتك قلبي واديت لك مفتاحه، لكن خلاص من النهارده انا من اليمادي وانت من اليمادي. يا خاين يا انا خاين وما تستاهلش حتى ان انا ابص في خلقتك. ليه يا سهام؟ ليه؟ لسه بتسألني ليه؟ بعد ما انكشفت وطبيت في الكلام؟ كلام ايه اللي انا طبيت فيه ده؟ صحيح، مهما الانسان بيداري ويحاول يضلل لابد ان الحق يبان في يوم من الايام. ارجوك يا سهام فسري معنى كلامك، انا مش فاهم انت بتقولي ايه. انا عمري ما كنت اتصور انك بتخدعني. كنت فاكره انك بتحبني بصحيح. كنت عبيطه وفاكره اني انا الوحيده اللي عايشه في قلبك. اتاري قلبك عامل زي جراب الحاوي. انا دلوقتي بس اقدر اقولك بكل بساطه خد شنطتك وسافر على اسكندريه، بلد الحبايب يا استاذ، ومع الف سلامه. بلد الحبايب؟ ايوه، قوم بقى وسافر، مش عاوز اشوف وشك تاني، وعمري ما هندم على ايامك ابدا. يا سهام يا حبيبتي انا مش فاهم حاجه. يا اخويا بطل محلسه بقى. بطل انت الالغاز اللي بتقوليها دي. تعرف تقول لي مين رمزيه دي؟ رمزيه ايه؟ مش فاهم. رمزيه هانم اللي انت نطقت اسمها حالا قدامي من غير ما تدرى وانت بتكلمني يا استاذ. غلطت وقلت اسمها في الكلام. انا قلت لك رمزيه؟ ايوه، وانت بتتكلم عن المدرسة اللي كنت بتتكلم عنها دي. بتضحك على ايه؟ عشان تدارك كسوفك؟ بتضحك على خيبتك؟ لا، بضحك على خيبتك انت، على هبلتك. شوف يا اخوي، انا بقول مدرستي رمزية، يعني الفن بتاعي رمزي، يعني بيعبر عن الفكرة بتاعتي بأي رمز. خلاص يا حجازي، مادام الستارة مش عاجباك مش لازم اعلقها. ما انت عارفة يا حورية انا بحب كل حاجة قديمة، وكم مرة قلت لك ان انا ما بحبش البدع الجديدة المضحكة دي. انا راجل ريفي ومحافظ. واحنا كلنا ريفيين ومحافظين برضو يا حجازي. ايوه، بس انا بقى ملتزم بذوق ابويا وذوق اجدادي، وعايز زي ما هم كانوا عايشين. امال ابوك وجدك ما حافظوش على ذوق اجدادهم ليه؟ اقصد ما التزموش بيه ليه؟ ايه؟ مين قال كده يا حورية؟ قطعا ما حافظوش، والا ما كانوش بنوا بيوت يسكنوا فيها. امال كانوا يسكنوا فين؟ في المغارة. إيه؟ اللي اجدادهم كانوا عايشين فيها. مغارة؟ لا يا حورية، انا ما بقولش ان مفيش تطور، احنا طبعا لازم نتطور. ايوه اديك قلتها. بس التطور له حدود يا حورية، ولازم يكون التطور للاحسن.
مين يقول مثلا ان السرير الخشب اللي شكله ما يسرش ده واللي عامل زي الورق احسن من السرير النحاس الجميل ابو 4 عمدان و4 أكر بتلمع وتلالي وحوالين سقفه داير دانتيلا لطيف متعلق عليه ناموسيه حرير. ناموسية حرير؟ قصدك ناموسية تل؟ انت فاكره ان اللي في ايدك دي اسمها ستاره برضو؟ امال اسمها ايه؟ قبل ما اتكلم، انت عارفه طبعا معنى كلمه ستاره يعني ايه، او بمعنى اخر يعني ليه الناس سموها ستاره؟ لا ما اعرفش. كلمه ستاره دي يا حوريه من ستر يستر، فهو ساتر وهو ستاره، يعني حاجه تستر البيوت من التراب، تسترها من الدبان وعيون الناس. لكن اللي انت عاملاها دي مش ستاره. طب انا عايزه اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بمنتهى الصراحه. توعدني يا حجازي؟ اوعدك. انت عارفه انا طول عمري صريح معاك قوي. انت بتحبني؟ ايه بحبك؟ لسه يا حوريه بتساليني السؤال ده النهارده؟ طبعا بحبك، انت عارفه كده كويس. يعني متاكد من كلامك؟ جدا. ليه السؤال ده؟ يعني بتحبني كده زي سهام ما بتحب وجدي مثلا؟ حوريه اظن كفايه كده. عرفت بقى انك بتتكلم من ورا قلبك. لا يا حوريه، لا انا اللي بيحب لازم يعيش في الحب. والحب عمره ما كان انانيه. اللي بيعيش فيه لازم يعيش مع مشاعر كل الاحبه. سهام بتحب وجدي زي انت كده ما بتحبني لو كنت صادق في كلامك. لو حد عمل فيك كده وحاول يحرمك مني ما تفتكرش ان دي تبقى منتهى القسوه؟ ايوه يا حوريه، بس سهام لسه صغيره، يعني سنها ما يسمح لهاش. ووجدي ده ولد طايش ولسه عيل. وجدي خلص دراسته وعنده 25 سنه. وسهام عندها 18 سنه. 20 يا حجاج. يعني ممكن يفتحوا بيت. لا وانت الصادقه ممكن يفتحوا حضانه. 2 بيحبوا بعض، حرام نفرق بينهم. يا حبيبتي اللي بينهم ده مش حب، ده زي ما تقول ده طيش شباب. ايوه. جرالك ايه يا حوريه؟ ده انت بالذات ست الفاهمين وعارفه ومجربه. انت بالذات فاهمه كل حاجه. انا فاهمه انت عايز تقول ايه. انت بتلمح على جوازتي الاولانيه مش كده؟ لا حوريه، انا قلت لك 1000 مره مش عايز اسمع سيره الجوازه دي خالص. انت اللي خلتني اجيب سيرتها. افتكر جوازتك دي ممكن تكون درس الكل على كل حال. انت اتجوزتي وانت عندك كم؟ وانا عندي 16 سنه. وعشان كده جوازتك فشلت لو سمحتي. فشلت لان بابا فرضها عليا. ما كانش فيه اي انسجام بيني وبين جوزي. بابا جوزني محمود القرشي لانه كان صاحبه. ما كانش فيه بينا الحب اللي لازم يجمع بين الزوجين عشان تفضل حياتهم سعيدة على طول. عشان كده ما عرفناش نعيش مع بعض. عن اذنك. الله، رايحه فين يا حوريه؟ رايحه اقول للطباخ يعمل ايه في الغدا. اروح فين واجي منين يا اخواتي؟ اروح فين واجي منين يا ناس؟ يعني عملت ايه في دنياتي عشان اشوف كلنا؟ ده يوم اخبر ما طلع فلوس سام. يا حبيبي مالك يا عبد الغفار؟ بتكلم نفسك ليه؟ سيبيني يا بنت الوقت، سيبيني اكلم نفسي لحد ما اروح استباليه المجانين. ايه يا اخويا ما تتكلم يا ولد. ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي ما كان على بالي. نعم اللي جرالي ما كان على بالي. الله 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 الله. انت هتغني يا ولد؟ انت ما تحيرنيش. فيها ايه؟ مش عضك تاني؟ يا ريت عضة الكلب ليها دواء. اسقسق الجرح بشويه تراب فرن ولا بلحسة بن وتخلص الحدوته كلها. امال ايه اللي جرى يا ولد؟ يا واد انت اتكلم. الجدع الضيف اللي كان نايم في الاستراحه سيدي حجازي قال لي خد بالك منه. ماله الضيف؟ ظهر نسيت اربطه روخر. مش لاقيه يا وداد. يا حومتي مش لاقيه؟ امال راح فين؟ هو البه مش قالك خد بالك منه لغايه ما يصحى؟ تبقى حضرتك سبت الاستراحه ومشيت. يظهر كده يا وداد. يظهر. ايوه. لا يا اخوي ما انتش دريان ان كنت سبت الاستراحه ولا ما سبتهاش؟ ايوه مش دريان يا وداد. اصلك ملخبطاني يا دودي. لا يا ولد اسكت كده يا دودي. يا ولد اسكت بعيد. هو انت ليك نفس
تتكلم يا ساتر على غدرك. والله ما انت جايبها البر يا عم غفار. الضيف ضروري صحي وخرج من البوابه. لا ما خرجش من البوابه، لان البوابه مقفوله وانا قافلها بايدي دي. لا مش دي ولا دي؟ هيروح فين يعني؟ الارض هتبلعه؟ يا تدور عليه هنا ولا هنا؟ هو انا كنت لسه ما دورتش يا وداد، ده انا زعبست عليه في كل حته مش لاقيه، لا في سلقط ولا في ملقط. قلبي قال لك خليك واقف على باب الاستراحي لغايه ما يصحي. تخالف اوامره ليه؟ باذن واحد احد ومن غير مقاطعه كده هتروح ورا عين الشمس النهارده. ايوه ما انا عارف ان النهارده مش فايت. أؤكد لك يا ودي إن حورية هتوصل لحل. وانا بقى اؤكد لك يا سهام وابصم لك بالعشرة انها مهما عملت مع الراجل عمي ده مش ممكن توصل لحل. لا هتوصل لحل. ان كنت مصممة ان في حل هيبقى في حل، بس حل وسطي ان شاء الله. دمك شربات يا مضروب. دمك ما تعليش صوتك، اعملي معروف، الحيطان لها ودان. وفين هو دم الشربات ده؟ هو انا عاد فيا دم خالص عشان يبقى شربات ولا خل؟ اخفى عليك يا وجدي، انت خايف للدرجه دي؟ انا قلت لك مش خايف ابقى كذاب ومقاوح. انا مش خايف وبس، انا بترعش من الخوف ومتوقع في كل دقيقه وفي كل ثانيه ان عمك يجي لي يطبطب عليا ويقول لي انت يا ولا انت لسه هنا؟ افتكر احسن لك تاخد بعضك وتروح يا شاطر. خلاص انا عرفت دلوقتي انك ما بتحبنيش. المثل بيقول اللي يحب ما يخافش. المثل ده بقى ما ينطبقش عليا يا حبيبتي، او بمعنى اصح نصه ينطبق عليا والنص التاني لا. يعني ايه يا وجدي؟ يا حورية انت متهيألك كده، انت شفت اتنين طايشين مدلوقين على بعض، اندلقت انت كمان وعايزه تجوزيهم لبعض كده اهو بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. بتحكمي عواطفك يا حورية، ما بتحكميش عقلك. يا خساره يا حجازي، انا اتاكدت النهارده بس انك شخصيه مزدوجه. انا يعني ايه مزدوجه دي بقى؟ انت يوم ما جيت اتجوزتني ما كانش ليك سيره غير سيره الحب. اول هديه هديتها لي كانت كتاب مجنون ليلى، وياما قلت لي ان الحب هو النور اللي قلوبنا بتعيش على ضيه. النهارده مع الاسف بشوف شمعة الحب اللي انت كنت بتداري عليها من الهوا مطفية في قلبك وانت بتعامل وجدي وسهام المعاملة القاسية دي. لكن يا حبيبتي انت ناسي ان الحب خلاك تتجوز ارملة واحد كان مسجون في يوم من الايام؟ ايه؟ كان مسجون؟ تقصدي ايه؟ افتكر اني قلت لك على كل حاجة وانت خاطبني. انت عمرك ما قلتي لي ان جوزك كان في السجن. قلت لك انه زور شيك ب2000 جنيه في يوم من الايام، لكن ما قلتليش انه كان مسجون. وتفتكر يعني اللي يزور شيك يطبطبوا عليه ويجيبوا له بسبوسه يا حجازي؟ لا كان لازم تقولي لي انه اتسجن. الله، ليه ما قلتليش؟ لانك ما سالتنيش، ما حاولتش تسالني. كنت بتحب، ملخوم في الحب وغرقان فيه لشوشتك. اختصرت الاسئله عشان تنصر الحب على كل حاجه. يلا بس يا حورية انت اتغيرت يا حجازي. يوم ما اتجوزتني ما حاولتش تسأل عن التفاصيل، والنهارده بتدقق ومشحطط اتنين وياك مع انهم اقرب الناس ليك. يا حورية انا بعمل لمصلحتهم. مصلحتهم انهم يتجوزوا بعض لانهم بيحبوا بعض. الحب مش كل حاجة في الدنيا. انا مش بقولك ان مفاهيمك اتغيرت، ده رأيك النهائي يا حجازي؟ لا، عندي رأي تاني يا حورية. يا حورية، الحب مش كل حاجة في الدنيا. أنا مش بقولك إن مفاهيمك اتغيرت، ده رأيك النهائي يا حجازي؟ لا، عندي رأي تاني يا حورية. رأيي إيه بقى؟ الولد ده ملوش قعاد هنا في الفيلا. إزاي يا حجازي؟ ودي عايز سؤال يا حورية. أنا كنت الأول بستقبله كضيف عادي، لكن يوم ما أعرف بقى إن في علاقة حب بينه وبين بنت أخويا تبقى المسألة دخلت في دور تاني، يبقى ملوش مكان في بيتي. عاوز تطرده يا حجازي؟ ده الشيء الوحيد اللي لازم اعمله في ظرف زي ده. انت نسيت انه ابن اخوك ولا ابن ايه؟ اخويا على عيني وراسي. يوم سهام ما تتجوز وتخرج من عندي يبقى حضرته يتفضل يشرف، وساعتها ما يبقاش عندي مانع حتى لو عاش معايا هنا على طول. وتفتكر انك تقدر تجوز سهام بدون رغبتها؟ يا حورية يا حورية يا حبيبتي، انا مش ممكن افرض على سهام زوج بالذات. سهام هي اللي هتختار عريسها، بس العريس ده لازم اوافق عليه انا. وسهام عمرها ما هتختار عريس غير وجدي. يبقى اسمحي لي اقول لك بقى انك لعبت دور كبير في الموضوع ده. دور ايه بقى؟ مش فاهم.
من كلامك كده افهم انك انت اللي جرأتي ولد زي ده يجي يطلب ايد بنت اخويا، وفي نفس الوقت اقنعت سهام انه انسب زوج لها. لا يا حجازي، مش انا، حاجة اقوى مني هي اللي عملت كده. حاجة ايه؟ مش فاهم. الحب. إيه؟ الحب اللي خلاك تتحدى عيلتك كلها عشان تتجوزني، ووقفت ضد الكل، حتى ضد عمتك سنية اللي انت قلت لي بنفسك في يوم من الايام انها مربياك. ايوه بس انا ليه حللت لنفسك في يوم من الايام اللي انت بتحرمه على غيرك دلوقتي؟ فكرك لو سهام اتجوزت واحد غير وجدي هتشعر في يوم بالسعادة؟ ابدا، هتعيش في نفس المأساة اللي انا كنت عايشاها مع جوزي الاولاني. يا حورية يا حبيبتي انا يوم ما اتجوزتك كان عندي 38 سنة، يعني كنت راجل فكره ناضج. انما دول ايه؟ دول عيلين طايشين بيفكروا بقلوبهم مش بعقولهم ابدا. ويا ترى انت فكرت بقلبك ولا بعقلك يوم ما اتجوزت واحدة هجرت جوزها 4 شهور قبل ما يموت من غير ما تسأل وتعرف اي سبب؟ يا حورية الحقيقة انت ايه بس؟ انت ما سألتش، انا اللي قلت لك، وانت خدت كلامي قضية مسلمة من غير ما تسأل ولا تستفسر ولا تتحرك. يا حجازي بيه. ايه؟ حجازي بيه. ايه؟ حجازي بيه. الله. حجازي إيه؟ بيه. تلغراف. تلغراف؟ ايوه، راجل بشنبات طويله كده، لابس بدله صفرة كده، هو اللي جابه وبيقول لحضرتك امضي على الورقه دي. طب وعبد الغفار ليه ما جابليش التلغراف؟ هو مش واقف على البوابه؟ ايوه لا ايوه مش واقف. ايوه صحيح مش واقف، لان انا قلت له يخليه مع الضيف في الاستراحه. خد يا وداد، ادي ساعه تلغراف الايصال ده. ساعة تلغراف مين يا بيه؟ ابو شنبات طويله اللي اداك التلغراف يا بنت. حاضر يا بيه، حاضر. خير يا حجازي، منين التلغراف ده؟ ده من عمتي سنيه، بتقول انها جايه النهارده. قولي لي يا مرات عمي، هو عمي كان بيزعق كده ليه؟ خلاص يا حورية. لا لسه بركب الدبل. دبل ايه بس يا حورية؟ انا بقول عملت ايه مع عمي؟ وده سؤال يا سهام؟ طبعا رفض. امال يعني كان بيزعق ليه؟ ولا فاكره يعني انه كان بيهتف بحياة حبنا؟ معلش، احنا مش اتفقنا ان الصبر جميل؟ لا ما اتفقناش. ايه ده يا وجدي؟ وطي صوتك شويه واهدى كده. اهدى يا ستي، بس ما تجيبيليش سيره الصبر دي تاني. يا وجدي انا عايزه اقول لك، انا عارف ان الراجل بيتحداني ومش ناوي يجيبها البر. ما هو طول ما بيبصلي على ان عيل لسه بركب بسكليته ب3 عجلات مش ممكن يعترف ان راجل. وقولي على جوازنا يا رحمن يا رحيم، لكن انا راجل وسيد الرجاله كمان. والله يعني كمني مش مربي شنبي. طب ورحمه امي من بكره لا مربيه. ايه ده؟ احنا مالنا ومال شنبك دلوقتي يا ودي؟ تربيه ما تربيهوش، انت حر يا اخي. احنا عاوزين نشوف حورية عملت ايه الاول. عملت بعض محاولات يا سهام، بس عمك راسه ناشفه قوي. ناشفه؟ ان كانت راسه ناشفه قرات، انا راسي ناشفه 24. انا راسي حجر. عارفه يعني ايه حجر؟ انا راسي حديد. انا بقى راسي بتوجعني. اجيب لك اسبرينه؟ ولا 100 اسبرينه يحوقوا فين. كده برضه يا حورية الحلم الجميل بتاعنا يقلب بكابوس. يعني خلاص مش هنتجوز، مش هيتلم شملنا. مين قال لك كده؟ هنتجوز ان شاء الله باذن الله. ان ما كانش السنه دي يبقى السنه الجايه. يا خبر، بتقول ايه؟ السنه اللي جايه؟ ايوه السنه اللي جايه. عمك حجته في عدم جوازنا ان عيل وصايع، واخده بالك؟ فيه مشروع في مخي كنت متردد في تنفيذه، لكن لازم انفذه. مشروع ايه؟ اوعى يكون مشروع تربية شنب. تربية شنب ايه انت كمان؟ هي تربية الشنب دي تبقى مشروع؟ امال مشروع ايه بس يا وجدي؟ هرجع لعمك هنا بعد شهور، بس مش هرجع له وجدي حاف كده. هرجع له الأستاذ وجدي على سن ورمح. هشوف بعينيه المصوراتية بتوع الجرايد بيجروا ورايا ياخدوا له صور. هجيب له معايا مجلات فنية يشوف فيها لوحات المنشورة على الغلاف.
هيسمع بودنه احاديثي في الاذاعه، هيشوف لوحاتي بتتعرض في التلفزيون الملون كمان، مش تلفزيون ابيض واسود. ناولني المقص اللي عندك يا وجدي. اقسم لك يا حوريه يا مرات عمي لازم اوقف جوزك ده في الطابور ساعه لحد ما يسعده الحظ ويقدر يدخل المعرض بتاعي. المقص يا وجدي. المقص يا وجدي. حاضر. اتفضلي المقص اهو. متشكره. لا يا وجدي حرام. حرام ايه؟ ده مهما كان عمك برضو عشان خاطري، ممكن برضو تقابله وتدخله المعرض بتاعك ولا توقفوش في الطابور. لا ارجوك يا سهام ما توقعنيش في اليمين، انا حلفت. طب يلا بينا يا وجدي، يلا نخرج نروح الجنينة، انا نفسي هيتكتم متضايقة. بس اسمعوا، يستحسن تقعدوا كل واحد فيكم في ناحية، بلاش تبقوا مع بعض. ايه كل واحد في ناحية؟ ايوه، وما تبقوش تتأخروا على الغدا، احسن عندنا ضيفة النهاردة. ضيفة؟ مين بقى الضيفة دي يا حورية؟ ثانية هانم عمة عمك. وعلى فكرة ما تنساش تحلق شعرك يا وجدي، انت عارفها وعارف لسانها. مش حالق طبعا، احلق هنا في كفر ابو منصور عند الحلاق اللي ما يملكش من العده غير مكنه زيرو. اي نعم شعري ما بيعجبهاش، ما هي دقه قديمه زي ابن اخوها، لكن يعني احلق جلط عشان خاطر سواد عيونها ورحمه امي ما انا حالق. هو الواد عبد الغفار بيعمل ايه في الجنينه؟ انا مش فاهم. يا عبد الغفار، واد يا عبد الغفار. ايوه يا بيه. تعالى هنا يا ولد. ايوه يا سعاده البيه. انت بتعمل ايه عندك في الجنينه؟ مالك حايز زي المجنون كده ليه؟ ايه؟ انا مش قايل لك تفضل قاعد في الاستراحه قدام اوضه الضيف تشوف طلباته وساعه ما يصحى تيجي تديني خبر؟ حصل يا سعاده البيه. انا مش قادر افهم، انت اهبل ولا بتستهبل يا ولد؟ الاثنين. لما بقول لك على حاجه ما بتنفذهاش ليه؟ ما هو اصل يا سعاده البيه هقول لك ايه بس يا سعاده البيه. ما تتكلم يا ولد. الله، انت كنت بتدور على ايه في الجنينه؟ في حاجه راحت منك؟ ايوه يا بيه. لا ما فيش حاجه راحت مني يا بيه، انا كنت بدور على ما تمتع يا ولد. على المقطف يا بيه. مقطف؟ ايوه يا بيه على المقطف، عشان الم فيه شويه تراب اللي الكلب نطرهم بره حوض النرجس. انت لسه ولا بتفكر في حوض النرجس؟ قول لي. نعم. الضيف صحي ولا لسه؟ ما شفتوش صحي يا بيه، انما هو ضروري صحي. الله، انت بتخرف تقول ايه يا ولد؟ انا بسالك الضيف صحي ولا لسه؟ تجاوبني كلمه واحده. صحي يا بيه، صحي. ما هو لو ما كانش صحي كنت شفته. لا اله الا الله، الغلطه الوحيده اللي غلطتها في حياتي كلها اني شغلتك هنا عندي في الفيلا. امشي. حاضر. امشي من وشي. حاضر. امشي غور، اقعد جنب الاوضه. حاضر يا سعاده البيه. ولما الضيف يصحى تيجي تديني خبر على طول. حاضر يا بيه. حاضر. انا مستني هنا في المكتبه. ايه حكايتك يا واد يا تسوقي؟ كل يوم عايز سلفيه؟ اعمل ايه يا بيه؟ الدنيا غاليه والمعيشه صعبه. انت اللي سويت عيشتك بالثلاث مصايب اللي معاك في البيت دول. اللي حصل يا بيه اللي حصل، اول جوازه كانت خايبه، والتانيه جت اخيب، والتالتة اخيب واخيب. على كل حال ممكن تدخل الجوازه الرابعه، جايز تطلع عدله ولا ايه؟ ربنا يسهل يا بيه. وشرف يا تسوقي ما تعملها لكون فصلك من المزرعه. امشي غير من وشي. ازيك يا وداه؟ اهلا بك يا محمود. قوليلي، اني عاوز اقابل البيه، هو موجود في الفيلا ولا بره؟ لا موجود، بس قبل ما تقابله اني عاوزه اقول لك كلمتين. خير ان شاء الله. ايوه خير. الجدع زميلك ده اللي اسمه تسوقي ده. عارف يا وداد، عارف. سيبك منه، ده صواميل عقله فكي. يعني لو فتحتي مش مقرية على عبد الغفار هتجوز واحد متجوز 3 ليه؟ لا طبعا. انت تفهمه انه لازم يقف عند حده. احسن ابلغ البيه واخليه يطربقها على دماغه. ايوه اوضته ايه دي بس اللي استنى قدامها؟ هي الاوضه فيها حد يا اخواتي؟ ولا يعني هروح احرس السرير. الراجل ده راح فين؟ ايوه صحيح، اني راح مني حاجات كتير. يعني مره راحت مني البلغه، ومره راح مني الغلاء،
ومرة العيال سرقوا جلابيتي على الشط وانا بستحمى في الترع. لكن بني ادم يروح مني، دي اللي مش ممكن ابدا. عبد غفار يا عبد غفار، جرى ايه يلا يا عبد غفار؟ هي حصلت انك تكلم نفسك كمان؟ انا عماله اكلمك ما بتردش عليا. تعالى يا ولا تعالى، انت رايح فين؟ سيبيني. انت بتفتح البوابه ليه؟ سيبيني يا بنتي يا وداد، سيبيني يا دودي. هات المفتاح هنا. هات. انت بتعمل ايه يا واد؟ بعمل اللي انت شايفاه. ايوه امال، دنيا ربنا واسعه، واللي بيرزقها هنا بيرزقها في اي حته تانية. انت هتسيب البيه يا ولا؟ ايوه هسيب البيه والتي واسيبك واسيب الكفر بحاله. الراجل راح مني يا وداد، راح ولو البيه عرف هيطربق الدنيا على دماغي، يبقى خلاص اخد هاني من قصيره. لا أنا مش ممكن حاسبك تخرج يا عبد غفار. إيه؟ تعال لا مين؟ تعال يا ابني، انت رايح فين؟ ايه؟ البيت ضايع اهو يا بنتي يا وداد. قصدي البيت ضيف اهو يا وداد. ايوه هو الضيف، هو يا عبد غفار. مالك انت؟ تعال يا ابني، في ايه؟ الضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين يا بيه؟ انت فين؟ انا فين؟ انا هنا يا ابني، ايوه البيت ضايع اهو. البيت ضيف ضايع اهو. انا يا ابني كنت هنا في الاوضه اللي انتوا نيمتوني فيها. انت كنت في الاوضه؟ انهي اوضه؟ الاوضه اللي قدامك دي اوضه البوابه يا سعاده البيه، انما حضرتك كنت نايم في اوضه الاستراحه. يا ابني ما تفرقش، هنا وهنا واحد. واحد؟ ده انت سيبت مفاصلي، حرام عليك. معلش انت اسمك ايه؟ خدامك عبد غفار. عاشت الاسامي. اسمع يا عبد الستار. عبد غفار يا بيه. لا مؤاخذة. اسمع يا عبد الغفار، ادي خبر البيه ان صحيت عشان عاوز اقابله وامشي بسرعه عشان عندي مواعيد تانية. يلا يا ابني، يلا ربنا يهديك، روح اديله خبر. اروح؟ اروح فين؟ هو انا هسيبك تاني؟ ايدي على ايدك، ماني مش ممكن هسيبك ابدا. اهلا وسهلا. في الواقع يا استاذ سرحان انا اسف جدا على اللي جرى لك النهارده. ده انا اللي اسف يا استاذ حجازي، لاني ازعجت حضرتك وسببت لك مشاكل. لا مشاكل ولا حاجه. حضرتك ما تتصورش قد ايه حكايه حجزك في النقطه دي ضايقتني. انا اتكلمت مع الضابط كلام شديد فعلا. لا هو ضابط بصراحه ربنا كان راجل امير يا سعاده البيه. الشاويش اللي كان راجل ملعون، وده كله عشان قلت له يا ام باشا وطيرته منه شريطه. حضر الضابط قال له خليه يستنى في الاوضه، خدني هو من وراه وراح رميني في الحجز مع شويه حراميه ونشالين، وانا ما بخافش في الدنيا قد ما بخاف من الناس دول. طبعا الناس مجرمين. بقى ويلين الشاويش اللي واقف يزور لي من يمه، والمجرمين اللي انا واقع في وسطيهم اليمه التانيه. دم هرب، اعصابي باظت. بني ادم ايه يا سعاده البيه غير شويه دم وشويه اعصاب. عشان تحرم حضرتك تمشي تاني مره من غير بطاقه. هو معقول امشي من غير بطاقه يا نيازي؟ ايه يا حجازي بيه؟ البطاقه بتاعتي في جيبي. في جيبك؟ عشان تحرم حضرتك تمشي تاني مرة من غير بطاقة. وهو ده معقول امشي من غير بطاقة يا نيازي؟ يا حجازي بيه، البطاقة بتاعتي في جيبي. في جيبك؟ ايوه في جيبي يا استاذ حجازي. مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ اوريها لحضرتك. اتفضل يا بيه. البطاقة الشخصية معاك يا استاذ سرحان، وتحط نفسك في كل الاشكالات دي. ما قدمتهاش في النقطة ليه؟ نعم نقطة ايه؟ نقطة الكفر يا استاذ سرحان. كان الموضوع انتهى في دقايق. هو حضرة الضابط والشاويش مش طلبوا منك البطاقة؟ طلبوها؟ انا مش فاكر حاجة زي كده. مش فاكر؟ حضرة الضابط قال لي انه طلبها منك، وحضرتك قلت له انها مش معاك. جايز بس اصل انا انت ايه يا استاذ سرحان؟ حضرتك كان لازم تقدمها من غير ما يطلبها حد منك. معلش على العموم حصل خير.
دي فرصه سعيده قوي. سعيدة مبارك سعادة البيه. السلام عليكم. لا انا اسف. انا اسف. حضرتك يا استاذ حجازي جبت لي دكتور يكشف عليا، لا مؤاخذة اقدر ادفع تدفع ايه يا استاذ سرحان؟ تدفع ايه؟ الكشف يعني. هو حضرتك كان ذنبك عيب عيب يا استاذ سرحان، ده انت ضيفي. ثم ان الدكتور ده دكتور العيله. انت ما قلتليش ازاي الاستاذ السلموني؟ سلموني مين يا فندم؟ الله، هو الجواب اللي حضرتك بعتهولي مع الشغاله مش كان منه برضه؟ ايوه الاستاذ السلموني ده بيسلم عليا، قصدي بيسلم على سيادتك كتير قوي. حضرتك يظهر متاثر شويه بالخضه بتاعت النهارده. لا ابدا سعاده البيه. ما انت حضرتك قمت بالواجب وزياده سعاده البيه. طيب عن اذنك لحظه بس اروح اوصيلك على فنجان قهوه مظبوط. انت مش بتشربها مظبوط برضه؟ مظبوط يا سعاده البيه. وهوصل لحد المكتبه بتاعتي اجيب لك من الاجزخانه اللي فيها قرص مهدئ، وهتبقى ان شاء الله عال العال. طب لو سمحت حضرتك كمان يا ريت سجادة الصلاه عشان اصلي الظهر. قوي حالا يا عبد الغفار. ايوه يا سعاده البيه. هات سجادة الصلاه هنا بسرعه علشان البيه يصلي الظهر. حاضر يا بيه حاضر. وخليك معاه لحد ما ارجع، يمكن يكون محتاج حاجه كده ولا كده. بقول يا بيه. نعم. السجاده اجيبها على عيني وراسي حاضر، انما افضل معاه لا ده انا ما صدقت سلمته لك يا سعاده البيه. يا ولد وطي حسك. الله يخليك. انت بتخرف تقول ايه؟ اصلك انت ما تعرفش بيعمل ايه بالليل دي. 100% انت اتجننت. امشي غير من وشي. ما بقولش حاجه يا سعاده البيه، اصل اللي يطرس مره ما يطرسش التاني ابدا. ما تاخذوش يا استاذ سرحان. اصل الولد ده الله هو الضيف راح فين يا ولد؟ جالك كلام يا سعاده البيه؟ امشي. شفت امشي شوفه في الجنينه. روح. ابوس ايدك يا سعاده البيه، ما اروحش لوحدي. وبعدين معاك يا وجدي هتفضل متنرفز كده على طول؟ ايوه يا ستي، وهاخد راحتي في النرفزه كمان. احنا في عرض 10 دقايق حريه تتكلم فيهم مع عمك عشان ننهي حكايتنا، يقوم يطب علينا ضيف الغفله ده اللي عامل زي الاراجوز عشان يشغل وقتهم. معلش يا وجدي، نستحمل ساعه ولا ساعتين. هيتسلوا في مواضيعهم ونضيع احنا في الرجلين، مش كده؟ هو انت اللي متضايق لوحدك؟ ما انا برضو كمان متضايقه زيك. متضايقه قوي، عشان كده قعدت تدردشي معاه ساعتين وانا مع عمك في المزرعه. بسلي وقتي. اعمل ايه يا وجدي؟ ما انا كنت مشغوله وقلقانه. ده راجل قد عمي في السن، اوعى تكون بتغير يا وجدي. اغير؟ وانا حتى يوم ما اغير من البلياتشو اللي زي ده؟ ما تقولش عليه بلياتشو يا وجدي، حرام. ده راجل طيب وذوق وعلى نياته. يا سلام، اوام قدرت تحلليه. هو انا عمري شفت ضيف في الدنيا اول ما يبدأ زيارته يسخسخ وينام؟ مش حجزوه في النقطه ساعه ونص؟ يا حرام. ما تقوليش يا حرام، يا ريتهم كانوا حجزوه على طول يا ستي، كانوا حجزوه لحد اجازتي ما تخلص. لا يا وجدي حرام عليك. انت عيبك انك خفيفه، نفسي تبقي تقيلة زي كده. وانت دمك اللي تقيل يا خايا. واحد زي ده غريب تدردشي معاه ليه وتقولي له اسرارنا ليه؟ لا بقى انت ما كنتش معانا عشان تقول كده. انت طول عمرك صريحة معايا ولا بتكدبيش؟ بقى بذمتك ما حكيتيله على حكاية جوازة حورية الأولانية؟ قلت له يا وجدي، بس يعني على خفيف يعني. وطبعا قلت له ازاي عمك قابلها وازاي اتجوزها وازاي اجرى ايه يا وجدي؟ ايوه قلتها بس على خفيف برضو. خلاص يا سيدي ما تزعلش بقى، ما عنتش اقولها تاني. ما عنتيش؟ هو عاد فيه كلام لسه ما قلتهوش؟ انت زعلت مني يا وجدي؟ على خفيف يعني. اللي قول لي يا وجدي على خفيف دي يعني ايه؟ الله، اديك بتضحك اهو فرحان وترجع تقولي انا اللي فرحانه. ان جيت الحق انا هطق من الفرحه، واللي مخليني هطق من الفرحه اكتر واكتر القروبه اللي هتشرف النهارده رخرة. القروبه؟ تقصد مين يا وجدي؟ هو في الدنيا قروبه غيرها؟ الست سنية هانم عمة عمك، مش عارفاها؟ بطلة الجمباز ام كرباج. ام كرباج؟ غردك يعني اللي بتمسك كرباج في ايديها. خضتني يا وجدي، افتكرتها خلفت على اخر الزمن ولد وسميته كرباج. خلفت؟ واحدة عندها 75 سنة لسه كانت تخلف؟ يا خبر اسود منيل،
اوعى تقول كده قدامها. وانا زيك لساني فالت. اهي دي بقى اللي هتحط لنا العقده في المنشار. هي دي باذن واحد احد اللي هتبقى نهايتنا على ايديها. اخصى عليك يا وجدي، ليه بس التشاؤم ده؟ تشاؤم؟ ما انت عارفه انها بتتصور العامه ولا تتصورنيش. ويا سلام لو عرفت ان عاوز اتجوزك، دي فرصتها بقى. هتلاقي جنازه وتشبع فيها لطم. وانت عارفه ان عمك اللي عامل اسد قدامنا بيترعش منها وبيبقى قدامها زي الفار قدام القطه. لا 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 يا وجدي. لا ايه؟ ايوه بيبقى قدامها زي الارنب وبتكش فيه الكشه تجيبه الارض. ولا تكوني فاكره انه عمك انت بس؟ ده عمي انا كمان يا حبيبتي، وبشوف بعينيا وبسمع بوداني وعارف عنه كل حاجه. ويعني هي هتعمل لنا ايه؟ عمك يا حبيبتي لو وافق على جوازنا، وده حلم من الاحلام، وحضرتها عرضت، هيستسلم ليها ويرمي السلاح، ويبقى انا وانت عوضنا على الله. انتوا هنا؟ ها؟ انا قلت لكم ما تقعدوش مع بعض حتى في الجنينه، جايين تقعدوا هنا سوا قدام المكتبه اللي طول النهار عمك داخل خارج منها. اعملوا معروف، بلاش قعدتكم سوا اليومين دول. امال نقعد فين بس يا مرات عمي؟ تعالي انت يا سهام ويايا وضبي السفره. كويس، وانا اروح فين؟ زي ما انت قاعد كده قدام المكتبه في الصاله جنب الشباك، في الطراوه الحلوه دي روحك ترد. روحي ترد؟ ان جيت الحق يا مرات عمي انا روحي هتطلع. معلش يا استاذ سرحان، دي لقمه كده على الماشي. احنا ما عملناش حاجه، احنا بنقدم لحضرتك اللي موجود في البيت. لو كنا عارفين ان حضرتك جاي كنا عملنا استعداد تاني. لا استعداد اكتر من كده. ثم انا مش ضيف، ده انا جاي طالب خدمه من سعاده البيه. تبقى ضيف برضه؟ الله يخليك. ده احنا بقينا العصر. معقول حد يفضل للعصر ما يتغداش يا استاذ سرحان؟ اتفضل استريح. ايوه الاستاذ حجازي جاي حالا. اتفضل هنا على السفره. حضرتك رايح فين؟ ايوه لا مؤاخذه انا اسف يا ست هنيه. حوريه. بالظبط. حوريه. انا اسف يا ست حوريه. لا مؤاخذه يا استاذ سرحان. انا كنت اصلي بصلي العصر، اصلي متعود اصلي في الجنينه. اهلا وسهلا. ده انت شرفتنا. الله، قاعد ساكت ليه؟ مد ايدك على الاكل. اتفضل. انا قريت الجواب بتاع الاستاذ السلموني. حضرتك عايز مني جواب توصيه للاستاذ مرغني، مش كده؟ لا للاستاذ فرغلي. فرغلي؟ لا مرغني. مظبوط زي ما حضرتك قلت يا سعاده البيه. الاستاذ مرغني ده صديق عزيز وبنعز بعض جدا من ايام الدراسه. وهو كمان يا فندم بيعز حضرتك جدا، ده محملني احر الاشواق لسيادتك. الله، هو حضرتك تعرفه؟ اعرف مين يا فندم؟ الاستاذ مرغني. لا يا فندم، انا ما اعرفش حد بالاسم ده ولا عمري شفته ولا قابلته. امال بتقول انه بيسلم على ازاي؟ انا قصدي الاستاذ السلموني يا سعاده البيه. يظهر القرص المهدئ اللي انا جبته لك ما عملش تاثير، علشان كده هبقى اجيب لحضرتك قرص تاني بعد الغداء. انت غمرتني باقراصك، قصدي غمرتني بافضالك يا سعاده. لا افضل ايه يا استاذ سرحان؟ مش كفايه اللي حضرتك عملته، لسه هكلف حضرتك ادويه كمان. كلام ايه ده يا استاذ؟ ده بيتك وانت جاي من قبل انسان عزيز عليا جدا. يظهر ان الاستاذ سرحان مش عاجبه الاكل يا حجازي. ازاي يا فندم ازاي؟ دي السفره مليانه من خيرات الله. بس لا مؤاخذه يعني انا شايفه حضرتك عمال تبص للترابيزه من اولها لاخرها وبقالك دقيقتين ما قربتش على الاكل. يبقى الحق عليا انا وانشغل معايا في الكلام. لا ابدا سعاده البيه، ده كلام حضرتك حتى يفتح النفس. امال حضرتك ما بتاكلش ليه؟ هي فين؟ نعم هي فين اصل لا مؤاخذه بدور على الشوكه. الشوكه؟ ما انت ماسك الشوكه في ايدك يا استاذ سرحان. زي ما بقول لك كده يا سوق. بس انا يعني ابعد عنها، طاوعني، مالكش دعوه بيه، وصلح علاقتك مع بضفاه. خلاص يا محمود. ده حتى البيه قال لي لو فكرت اتجوز بعد كده هيفصلني من المزرعي. امال بقى لو عرف انك بتحرجم على وداد بالذات هيعمل فيك ايه؟ هينفك من البلد كلها. ايوه على رايك يا محمود. وهتلص في الدنيا ومش هتقدر تفطر وتتغدى بيض يا تسوقي. بيض؟ هو انت مخلي فرخه في المزرعه تتهنى ببيضها يا راجل؟
يا سلام، يا ساتر على العتبه اللي انت ماسكاها لي في ازاز دي. طب هقول لك حاجه يا وداد. يا بنتي ما تقعديش تتنططي قدامي. انا عاوز اتكلم معاكي كلام مهم. يا اخويا اتكلم. طيب وحجازي بيه والست هانم سايبينه قاعد لوحده ليه؟ سيدي حجازي بيتكلم في التليفون في المكتب. يا سلام يا سلام يا اختي يا سلام. طب والست حوريه سايباها هي رخره ليه؟ يا حومتي تكونش انت صاحب البيت وهم الشغالين يا ولد. يسيبوه ولا ما يسيبوهوش؟ ما تخليك في حالك، احنا مالنا احنا. اخ لو ما كنتيش زربونه بس يا دودي. اوعى كده يا دودي. اوعى يا ولد. يا وده يا ولد يا دودو. انت اصلك كلامك هايف. كل حاجه تتدخل فيها وعامل لي قال ايه فالح وناصح. ايوه ناصح يا بنت، ناصح قوي. بس يا خساره ماليش بخت. اروح اعمل له القهوه الساده اللي هو طالبها. هريسويخ طلب منك قهوه ساده؟ ايه طب ده طلب مني اعمل له قهوه سكر زياده، وقال لي كلمه زياده دي زياده فوق عن 3 مرات. طب والحل ايه يا بنتي يا وداد؟ هنعمل له اياتها فيهم. حلها انت بقى يا ناصح يا حلال العقد. ايوه سيبينا افكر. فكرت خلاص حليتها كمان. ادخل انا بالقهوه الساده وانت تدخلي ورايا بالزياده. ايه الحلاوه دي؟ ايوه ايه الحلاوه دي؟ انت بتخرف يا ولد. حاجات بسيطه. ايه يا بيه؟ في ايه؟ الجدع الضيف ده هو اللي بيخرف مش اني. ما هو راجل مش راسيله على بر. طب وطي حسك، وطي يا اخويا حسك احسن البيه يسمعك يقطم رقبتك. يا سلام، يقطم رقبتي ليه يا اختي؟ الله الله على الجد والجد الله الله عليه. هي خلاص كلمه الجد بقت عيبه ولا بقت عيب؟ خلاص خليك واقف كده تناقرني في المطبخ. ايوه هو مش اداك ورقه وقال لك خد وديها مكتب التلغراف؟ ايوه قال لي وديها مكتب التلغراف. ولسه بتقول ايوه امال ما رحتش ليه؟ ولا مستني سيدك يجي يطربق الدنيا على دماغك تاني؟ ما اقدرش اوديها يا وداد، يا ساتر عليكي. ماني لو وديتها مكتب التلغراف هيضربوني هناك. مين هم اللي هيضربوك يا ولد؟ يا نهار اسود، ده كان يوم اسود اللي قبلت فيه شبكتك. كدابه، كان يوم 4. لا كان يوم 4. اوعى كده قلت لك عن تتكلم لا 4 ولا خميس. اوعى هات هوديهاني. خدي يا وداد، خدي يا دوده، خدي يا حمتي. ايوه اللي بتديهولي ده ولا يا عبد غفار؟ انت اتجننت. مين هم اللي هيضربوك؟ كان يوم اسود اللي قبلت فيه شبكتك. كدابه، كان يوم 4 بقى. اهو انت مش فارح غير في الكلام ده. هات اوديهاني. خدي يا اختي. يا حمتي اللي بتديهولي ده يا عبد غفار. انت اتجننت. انا برضو اللي اتجننت. طب افرش الطقطقه يا ولد. يا سلام، ماني عارف انه مفرش الطقطوق. يا حمدي هتودي مفرش الطقطوقه مكتب التلغراف يا عبد غفار. يا بنتي ماني قلت الكلام ده، قلت اطلع من البلد. ما هو الضيف هو اللي اداهولي. ضيف مين يا ولد؟ هو في ضيف غيره؟ الضيف اللي انت مستعجلاني قوي عشان اروح له مكتب التلغراف. ضيف اهل مقبول ده بس يا اخواتي. لا وعاوزني اجيب له وصل، قال ويقول لي اوعى ترجع من غير وصل. ايه عاوزك ترجع له بوصل؟ يا اختي رجعت الميه في زوره. انا عارف الصباح دي بوش مين. انا كنت ناقص مصايب ولا يعني كنت ناقص مصايب؟ لكن تعالى هنا تعالى. واحد واداك حاجه مش تبص فيها يا عبد غفار؟ هو انا لحقت ابص يا وداد؟ ده اداهولي مطبق وراح زاخدني في كتفي وقال لي تروح المكتب حمامه. وعارفه يا بنتي يا وداد الراجل ده على قد ما هو خرع كده انما صبعه عامل زي المسمار. وانت يعني اللي عظمك طري وكتفك طري؟ امال الورقه اللي كاتب عليها الكلام اللي عاوز يبعته فين؟ ما تساليه هو يا اختي، انا مالي. هو اداهولاني يا ولد؟ انا برضو اللي هروح اساله. انت خلاص ما عادش عندك دم؟ ايوه ما عادش عندي حاجه خالص، ودم هرب من اللي شفته. تصدرني قبل الرجاله يا ولا؟ تصدرني اني قبل الرجاله؟ تاني خطيبتك يا ولد. يا سلام يا سلام يا ست وداد، ما تقوليش خطيبتك بقى، ده انت كل يوم والتاني بتتخطبي على حياة عيني. ايوه ما احنا يا اخويا مش مخطوبين رسمي. يا سلام يا سلام، مش قاريين فاتحه وملبسك دبله يا بيه. اسم الله عليك وعلى دبلتك الفضه ام 2 جنيه. ثم انت بتتكلم على مين؟ اوعى تكون بتتكلم على علاوي. ايوه بتكلم على علاوه، حته الواد المفعوص اللي ما يساويش طور البلح ده، حتى مش منظر. بس كان عاقل وكسيب، لولا الاسم والنصيب ابوه حكم عليه يتجوز بنت عمه. خلاص يا اختي، هي مره وفاتت، ابقي تاني مره تخطبي كده على حياة عيني وشوفي اني هعمل ايه.
هتعمل ايه يا عبد غفار؟ هعمل ايه؟ ايوه هتربع الدنيا يا وداد، هسوي الهوايل. ايوه ايتها واحد يهوب ناحيتك لازم اخد طاري، فاهمه؟ لازم اخد. تاخد ايه يا عبد غفار؟ اخد بعضي واروح للعمده اشتكي له. خلاص يا ولد، ده دمك خفيف اصلا. خلاص ما عادتش تعود. يا ولد، مش كنا اياميها زعلانين من بعض ولا ايه؟ يخيبك. انت بتغير يا ولد يا عم غفار. يا حبيبتي ايوه بغير. وفي حد في الدنيا ما بيغيرش؟ طب ما قلتليش يا ولد؟ قول بتغير ازاي بقى؟ اقول لك لما حد يزغزغني. ايه جاك عقربه لما تزغزغك في عقب رجلك. اهدي وامشي من غير عقل. ايوه تمشي كده، مش بقولك انك عبيط وهتفضل طول عمرك عبيط. يلا ادخل. ادخل رجع له المفرش وخد منه الورقه اللي كاتب عليها التلغراف، لا يبقى انهرك بلون قرن الخروب. يلا ادخل. طب ما تزقيش كده، وانا هلاقيها منك ولا منه؟ انت تزقيني مره وهو يزغدني مره لما كسرتولي عصعوصه ظهري. دي ادخل. طيب يا وداد، الراجل مستعجل على التلغراف قوي. يلا ما يستعجل يا اختي، ده انا عامل لنفسي شويه شاي تقيل يرد الروح، اروح اشربهم الاول. اشرب يا اخويا اشرب. شربت الغلب كده اوعى. يا سلام. ايوه اكتر من كده هشرب يا وداد. اكتر من كده. ايوه اكتر. المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه قالوا خسرانه خسراني. خدمة يا أستاذ حجازي، خدمة. تلغراف لواحد صاحبي له بضاعة وسط في الجمرك. مش بقول لحضرتك خدمة زي حضرتك كده ما بتخدمني. الدنيا كلها أخد وعطا يا حجازي بيه. أيوة فعلا يا أستاذ سرحان. حضرتك ما شربتش القهوة يا أستاذ سرحان، بقالها 10 دقايق قدام حضرتك. معلش يا هانم، أصلا أنا بحب أشربها باردة. ما هي زمانها بردت خلاص. حلو قوي، أنا دايما أحب أشرب القهوة سخنة. نعم. قصدي باردة. ولا عبد الغفار. ايوه يا سعاده البيه. جرى ايه يا عبد الغفار؟ انت رجعت تاني ليه؟ اصل يا سعاده البيه، انا عايز افهم انت لحد دلوقتي ما رحتش مكتب التلغراف ليه؟ ما انا هقول لحضرتك، هو اصل ما قدرتش اروح يا سعاده البيه. ما قدرتش؟ ايه والله. معلش ما تزعلوش يا أستاذ حجازي، معذور. اسأل مجرب، ما أنا أصلي جربت قبله. اسمع يا ابني. ايوه. أنت اسمك إيه؟ خدامك عبد الغفار يا بيه. شوف يا عبد الستار. عبد الغفار يا سعاده البيه، عبد الستار ده يبقى ابن عمي. اسمع يا ابن عم عبد الستار. انت يظهر بدل ما بتحاوت شمال حاوت يمين. شمال ايه ويمين ايه يا استاذ سرحان؟ ده مولود هنا في الكفر وعارف الكفر حته. سيبني معاها دلوقتي يا استاذ حجازي بيه لو سمحت. اسمع يا ابني. ايوه بيه. انت معاك بطاقه؟ ايوه ما ليه السؤال ده بس يا استاذ سرحان؟ ما هو جايز يكون ما معاهش بطاقه ويقع في الوقعه اللي انا وقعت فيها. يا سلام، لا معايا بطاقه يا سعاده البيه، بطاقه شخصيه، وبقالي 6 سنين بحاول اقلبها عائليه. ايه الظروف؟ والله يا عال، انت هتحكي حكايه لسعاده البيه ولا ايه؟ ما تيجي تقعد معانا بقى وتشرب قهوه كمان. معلش لسه شارب شاي. تشكر. تشرب شاي؟ شارب يعني. تشرب شاي وتسيب التلغراف بتاع الضيف ما تبعتوش؟ اصل الاستاذ ما ادانيش الورقه يا سعاده البيه. ما ادهالكش؟ ايوه ما ادهاليش. لا ايه يا ابني ده انا مديها لك بايدي والاماره متطبقه تطبيقتين. يا سعاده البيه اللي انا خدتها مش هي. مش هي ازاي يا ابني؟ الواد ده يظهر عقله تعبان يا استاذ حجاز. تعبان وبس، ده كان لازم يدخل السرايا من 10 سنين فاتوا. لكن معلش انا بعد كده هعرف اربيه واقطع رقبته. ربيني يا بيه. اقطع رقبتي، موتني زي ما انت عاوز، بس بصلي ساعة البيه، بصلي بصه واحده بس عشان خاطر ربنا. بصلي. عاوز ايه؟ ما انا ما اقدرش اروح بايديه. بص يا بيه، بايديه مكتب التلغراف. ايه ده يا ولد؟ ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ ما هو ده اللي حضرتك اديتهولي عشان اوديه مكتب التلغراف ده واجيب لحضرته وصل. فعلا حضرتك مديله المفرش بتاع الطقطوقه يا استاذ سرحان. نعم المفرش. ايوه يا استاذ سرحان، لان الورقه موجوده مع الطقطوقه. ومفرش الطقطوقه مش موجود. لا مؤاخذه يا جماعه، يظهر حصل لبس في الموضوع. ايوه حصل لبس. احسن البيه كان هيقطع رقبتي اوانطر سببك. عيب يا ولد، عيب الكلام ده. اهدي. خد الورقه دي ووديها مكتب التلغراف بسرعه وهات وصل. حاضر يا سعاده البيه. حاضر. انا اسف يا جماعه، الفكر لما بيكون مشغول
الانسان مننا يعني ايوه يا استاذ سرحان، ايوه، ما دي حاجه طبيعيه برضه. وبعدين ما جراش حاجه يا استاذ سرحان، الغلط مردود. يا راجل ده احنا ما بنصدق ضيف يجي لنا. يكون في علمك يا وداد الضيف ده عامل زي وش الغراب، وهيكون السبب في رفضي. ايوه هيقطع عيشي باذن واحد احد. انت يا ولا جرالك ايه النهارده؟ اتلطشت في مخك ولا اتلطشت في مخك؟ يا سلام يا اختي، يا سلام، انت رخره. ايوه اتلطشت وهفضل ملطوش على طول ما الراجل ده هنا. يا واد اهدى كده امال، ما تزنش على خراب عشك. هو انا ليه عيش الخرب؟ انت رخره يا حمدي ولا علي عبد غفار، عشنا لحد ما شفتك بتهب في وشي وتعلي صوتك علي. ايوه هب، مش راجل يا بنتي ولا مش راجل؟ الراجل لازم صوته يجلجل في الدار كده اهو. ايوه. طب اسمع بقى لما اقول لك، اهو هقول لك اهو، ما انت لو فضلت معايا بالطريقه دي، ايوه لو فضلت يعني تبقى انت من يمي. ايوه يا اخويا واني من يمي. يا سلام، فكرك يعني بالطريقه دي هتغلبيني يا وداد؟ اليامه اللي هتروحي فيها انا هجري واروح اقف فيها انا الروح. انا بحبك يا بنتي يا وداد، يا دودي. اهو كلامك ده اللي بيسكتني. بتحبني يا ولي؟ أوي. ادي اللي انا باخده منك، وانت الحب لو شافك ايوه يهرب من وشك. يلا بقى اهو كلام بتقوليه من ورا قلبك. انا عارف نفسي، انا بقى اللي يحبني ما يسلنيش. يا اخوي ايوه صح، يسلك ازاي؟ هو فيه في الدنيا في عقلك ولا في حلاوتك ولا؟ شوف جالي الكلام يا وداد. قال انت قلتيه عقلي ولا حلاوتي؟ بالك انا جالي العايه من حركاتك دي. يا مصيبتي، لساك ماسك الورقه في ايدك وما رحتش مكتب التلغراف؟ ومش رايح خالص. يا مصيبتك السودي، ازاي يا والد؟ سلام يا اختي، يعني عايزاني اروح اودي لهم ورقه بيضه ما عليهاش اياتها كتابي؟ وريني يا ولد، خدي تعبني معاك يا حمدي. ده صحيح ينيلك يا دي الضيف. يا راجل ده احنا ما بنصدق ضيف يجي لنا. انا دلوقتي هاخدك جوله في المزرعه بتاعتي علشان تتفرج وتشوف الكفر الصغير ده بينتج ايه. فعلا يا استاذ سرحان، ده انت هتنبسط قوي. انا كان بودي يا استاذ حجازي. برافو حجازي، بس انا للاسف انا ما عنديش وقت ولازم. لا 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 لا، انت ضيفنا الليله دي، القعده في الجنينه بتاعت الفيلا متعه. ايوه يا استاذ سرحان، وممكن حضرتك تعمل جولة مع حجازي تتفرج على جمال الريف وعلى طبيعته. بس أنا يا جماعة عندي ميعاد مع صديق عازمني على العشاء في الزقازيق. مش في مواصلات من هنا للزقازيق؟ أيوة في أتوبيسات، والزقازيق قريبة من هنا، وفي تاكسيات أجرة كمان. يا سيدي أجل زيارة الزقازيق دي لبكرة، إحنا ملحقناش نقعد مع بعض. أنا متشكر، بس أنا وعدت صديقي، وخصوصا إنه صديق عزيز عليا جدا. عاشرته مدة طويلة قوي في اليونان، قصدي في اليابان. لا هي في لبنان. لبنان؟ ايوه. حضرتك لك اصدقاء في لبنان؟ يا سلام، انا قضيت اغلب حياتي في لبنان يا ست درية. حورية. لا مؤاخذة يا ست حورية. بالمناسبة أنا رجعت من لبنان من أسبوع واحد بس. والله أنت شرفتنا قوي يا أستاذ سرحان. وحضرتك بتروح لبنان كتير؟ أيوة يا فندم، في مسائل تجارية. حضرتك ما شربت الشاي؟ نعم فندم. تحب تشرب إيه؟ الشاي تشربه إيه؟ خفيف ولا تقيل؟ وسكر قد إيه؟ أنا وصيت وداد تجيب شاي حجازي. ما قلتليش يا أستاذ سرحان. أيوة. حضرتك رحت زحلة؟ الدنيا بقول الدنيا هنا حر قوي في الأنتريه. يا حورية بيخلي البنت تجيب لنا الشاي في الجنينة. يلا بينا يا أستاذ سرحان. جايين الفيلا على ملا وشكم كده ليه؟ جايين يا بيه عشان اتكلموا واحد واحد. زبون من معارفي يا بيه، اقصد صاحبي يعني، جه اشترى فراخ ب 2800 جنيه. صاحب انا يا بيه، مش صاحبه هو. صاحبك ولا صاحبه؟ الخلاصة عاوزين ايه؟ الزبون مش عايز يسلم الفلوس الا لحضرتك انت. تقوموا تسيبوا المزرعة وتيجوا انتوا الاتنين، كل واحد فيكم مخصوم له يومين. يلا اتفضلوا مع السلامة. الله، شفت بقى يا تسوقي، بقى الزبون اللي جه ده كان صاحبك انت؟ ايوه، هو بيسلم عليا انا الاول. يا جدع انت بقى عشان سلم عليك في الاول يبقى صاحبك. طب اديك اتخصم ليك يومين يا اخوي. اسم الله عليك انت، ما اتخصملكش حاجه يا ناصح.
يا ودي تعالي إيه؟ تعالي هنا. إيه؟ فهميني ايه الحكايه؟ انا هفضل طول النهار محبوس في المكتبه كده؟ ما انا زيك محبوسه اهو فوق في اوضه النوم. اوضه النوم فيها سرير تنامي عليه وتاخدي راحتك، الدور والباقي عليا انا اللي نفسي انكتم وهتخنق. المكتبه كلها كتب يا وجدي، ما تتسلى فيها يا اخي. انا جاي اخطب، اخطب مش جاي اتسلى في قرايه كتب. احنا بننفذ اوامر حوريه يا وجدي، وحوريه بتساعدنا، يبقى لازم نساعدها احنا كمان. تساعدنا فين؟ والضيف مش مديها فرصه تقابل عمي. هو الراجل ده مش ناوي يتزحلق من هنا ولا ايه؟ ما انت عارف عمي ما بيصدق يشوف ضيف يتشعبط فيه. امال مش متشعبط فيا انا ليه؟ انت مش ضيف يا وجدي، انت مش غريب. انت ناسي انك انت في بيت عمك؟ يا ريتني كنت غريب يا ستي عشان اسمع منه كلمة واحدة يتيمة تفتح نفسي. لو كنت عارف اني هاجي هنا عشان اتسجن ما كنتش افكر اجي خالص. انا كنت فاكر ان عمك هياخدني بالاحضان والفيلا تزهزه بالانوار والزغاريد ترن في كل مكان ونكتب الكتاب واخدك معايا اسكندرية ونتكل على الله. كل ده هيحصل يا عبيد. كل ده مش هيحصل يا هبلة. انا برضو هبلة يا وجدي. وانا برضو عبيط يا سهام. انا خلاص فضية. معلش كلها نص ساعة ولا ساعة بالكتير والضيف يمشي وحورية بقى تتفرغ لموضوعنا. لسه هقعد ساعة في المكتبة. الشنطة بتاعتك اهي فيها كل الالوان والفرش. اقعد يا اخي تسلى في لوحة، ارسم لك حاجة يا وجدي، وهو عمك بقى ملهي مع الضيف. ارسم؟ لسه هرسم تاني؟ انا رسام فاشل يا ستي. اديك قلتها بلسانك يا ولد. عمي غدا لقاء ضيف الهنا، مع تحيات إدوار سليمان، عصمت حمدي.